لو لقيت نفسك في يوم من الايام مع تقدم الزمن والعصور وغزو الارض من الوحوش والكائنات الغير مفهومه، اقوى وافجر شخص من بين كل البشريه، ولكن لسوء حظك الاسود تلاقي نفسك مش قادر تستحمل كميه القوه اللي عندك دي، وتموت وتحتجز في عالم بعد تاني لمده 3560 سنه، وبعد ما ترجع محدش يعرف عنك حاجه وما عادش عندك حد، ولسه قوتك الجباره موجوده ومجهوله بين البشريه، لدرجه جيت تقيس قوتك الجهاز عمل ايرور. وهي دي بقى حكاية كيم كيونج، الشاب اللي كان عايش حياة عادية وما استمرتش للأبد بسبب حظه الأسود، والقصة دي شبيهة لقصة الناس بتحبها جدا وهتلاقيها في الوصف، اتفرج عليها برضه هتعجبك قوي. وبس قبل ما نشوف مين كيم كيونج ده وايه اللي حصل له وازاي قوي قوي كده، ما تنساش دعم الفيديو لو عجبك والقناة كلها علشان نوصل للقمة في أسرع وقت، والصلاة على النبي أهم من أي حاجة، ويلا بينا. بتبدأ الحكاية بكيم كيونج، مجرد طالب جامعي عنده 20 سنة، وبيكون شغال في بقالة زي أي شخص طبيعي، وبيكون ملان من تكرار يومه، وبيكون تعب من كل حاجة في حياته لحد ما بتجيله رسالة من أمه، وبتكون بتطمن عليه وبتعرفه إن النهاردة يوم القبض بتاعه. فبيكون كيونج بطلنا مسطول وناسي الحاجة دي، وأمه فاكراها أكتر منه، بس فجأة وهو بيتكلم عادي معاها على الواتس الشباك اللي جنبه بيتكسر والتليفون بيقع منه، فبيجري بسرعة على بره يشوف إيه اللي بيحصل بالظبط، وأول ما بيخرج ما بيلاقيش اتنين بيتخانقوا مثلا ولا عيل صغير بيلعب بطوب، ولكن بيبص فوق وهنا الصدمه اللي اكبر من حياتي، بيلاقي وحوش ضخمه وكائنات من بعد وعالم تاني واشكالها اعوذ بالله، وبيبص على المدينه بيلاقي فيه تنانين وحريقه والدنيا خربانه برو ماكس، فما بيصدقش اللي بيحصل وبيقول هو الحاجه دي حقيقيه ولا انا بحلم. فبيشوف واحد من ابشع الوحوش على الحظ الاسود اللي شكله كده مصيره طول المنهوه دي، فبيخاف كيونج على حياته بسرعه وبيحاول يهرب منه باقصى سرعه عنده، وما بيكونش قادر يفكر ولا يعمل حاجه غير انه ينقذ نفسه، وبيقع فجأة على الأرض وبيسأل نفسه أنا إيه اللي وقعني مش فاهم، وبيبص على رجله بيلاقيها في حتة وهو في حتة تانية، وبيطلع دم من بقه وبيكون بطنه اتقسم نصين كده من أولها، وبيبص وراه قبل ما يودع الدنيا، وبيلاقي الوحش اللي محتاج نووي علشان يموت ده، وبيكون قطعه نصين باحدى اطرافه، وبيبدا بطلنا كيونج في مشهد يحزن يغمض عينه ويفقد وعيه ببطء، فبيجي النظام اللي لازم ينورنا في كل منهوى وبيقول له تم تفعيل نظام الاستيقاظ، وبيبعت كمان اشعار وبيقول اعادة بدء اختبار الاستيقاظ، فبطلنا بيقول ايقاظ ايه ده، وفجأة الدنيا بتبدا تتكسر والبعد اللي هو فيه بيتفتت، وبنراس فجأة وبنلاقي بطلنا جسمه سليم وبيقع على الارض، وبيرفع بطلنا راسه عادي خالص، وبيسأل نفسه هو ايه اللي بيحصل بالظبط، هو انا رحت فين كده، وبيبدأ يتصدم لما بيلاقي نفسه في عالم كله رموز، وبيلاحظ جسمه انه رجع عادي وما بيكونش فاهم اي بتنجان في اي بتنجان، وبيبدأ يحس ان ذكرياته بتختفي وتفكيره بقى مشوش، فبيظهر مستر نظام تاني وبيقول له تم احياء اللاعب، وبيرحب بيه في منطقة الاستيقاظ، فبطلنا حالك كده مش فاهم حاجة، وبيستنتج اللي انا وانت حسيناه برضه وهو انه في كمبيوتر، فبيطلع له مستر نظام وبيقول له اعادة بدء اختبار الاستيقاظ، فبيبص وراه بيلاقي وحش من الديب ويب، وبيكون النظام اللي صنع له الوحش ده، وبيوضح له النظام في رسالة انه لازم يهاجم وحش الاختبار ده، ولو لمسه بس مش مهم يأذيه او لا الوحش هيختفي وكده الاختبار هينتهي. فبيقول كيونج احيه انا المسه ازاي اصلا، ده لو قربت منه هيخليني شبه الارض اللي عليها دي، فبيطلع له مستر النظام وبيقول له مستحيل تقتله يا ابني، البرنامج شكله علشان يكون قوي بطريقة بنت كلب، فمش هتقدر تقتله من اول مرة اكيد. فبيتصدم كيونج ان صوت النظام رد عليه، وبيصرخ بقى على صوته وبيسأل النظام انت مين وانا فين دلوقتي وليه جبتني هنا، فبيرد عليه مستر النظام وبيقول له دي منطقة ايقاظ اللاعب، والمنطقة دي اتصنعت علشان تختبر العقل، فبيكون كيونج مش فاهم اي حاجة وهيتجنن من اللي بيتقال ده، فبيظهر له النظام وبيقول له ان البشر عندهم قدرات ايقاظ، ولما تنقذ قدرتك وتلمس الوحش ده هيخلص الاختبار اللي انت فيه ده وهترجع للعالم الحقيقي مرة تانية. وبيقول له مستر النظام اوعى تخاف من الموت في الاختبار لانك هنا كائن خالد كل ما تموت هترجع تاني. فبيتصدم كيونج وبيحس نفسه في لعبه، وبيبص حواليه بيلاقي هجوم من الوحش بس ما جاش فيه، وبيتوتر جدا وبيلاقي الوحش بيصرخ فيه، وبيبدا يصنع هجوم شكله خطير من بقه وبيوجهه على كيونج، فما بيكونش كيونج عنده اي خيار تاني واختياره الوحيد بس هو القتال، وبيقول في نفسه لازم اعمل اي حاجه، وبيطلق الوحش هجومه عليه وبيدمر الارض مكانه، بس بالله بطلنا اختفى وبيبدا يحس بقوه غريبه وبتكون في هاله كهربائيه محيطه بيه وعينه مضيئه وشكله هيدمر الدنيا، وبيظهر مستر
النظام وبيقول الاستيقاظ نجح وقدرت تحصل على كل القدرات والمهارات. وبنشوف احصائيات كيونج وبيكون من المستوى الاول لسه، وقوته 25 والخفه 11 والقوه السحريه 22، وما بيكونش عنده اي سمات فطريه. فبيقفل بطنه قبضته وبيطلع منها هاله وبيستعد علشان يهجم، وبينط في مشهد فاجر على الوحش، وبيكون بيهجم باقصى سرعه عنده وبيجمع ضربته وبيقول لنفسه ما عنديش حل واحد بس في وضع ده، وهو نتقبل الواقع واخلص من الاختبار الغريب ده. وبيضرب الوحش بقبضته وبيفرتك امه، وبيحصل انفجار كبير وبيظهر النظام وبيقول له الاختبار انتهى خلاص، وبيهنيه على ايقاظه. فبيبتسم بطنه في لقطه اشعر، وبيظهر النظام وبيقول له المهمه خلصت والمكافاه هي مهاره التعزيز الجسدي، وهنعرف هي ايه بعدين. المهم بنشوف بطنه واقف كده شويه وفجاه صرخ في النظام وقال له مش الاختبار خلص يا عم الحاج، خرجني بقى من المكان ده. وطبعا كلنا منتظرين انه يرجع تاني لحياته والعالم بتاعه، بس مش ده اللي هيحصل للاسف، لان النظام فجاه اظهر شاشات كتيره بتقول انه في خطا. فبطنه بيتصدم وبيلاقي المكان لونه اتغير، وبيقول النظام بسبب خطا غير معروف مش هتقدر تطلع من المكان اللي انت فيه ده. فبيتصدم بطنه زي اللي حصل لي انا وانت كده، وبيقول النظام الاختبار هيتعاد تاني، اختبار الاستيقاظ. وبيظهر نفس الوحش اللي لسه مدمره قدامه تاني. يا نهار اسود ومنيل، وبطنه بيقول في نفسه ايه العبط ده بقى. فبيبدا كيونج يتوتر اكتر وبيشتم حياته وحظه الاسود، وبيصرخ وبيقول للنظام انت بتهزر معايا بروح امك، خرجني من هنا يا عم. وفجأة الوحش بيرمي عليه هجوم بيحلله وبيقتله، وبيفهم بطنه انه حصل له هو الخطأ ده على حظه الاسود، وبقى محشور في الفضاء او المكان اللي مش مفهوم ده. وبيعدي اسبوع وشهر وسنة، وكل ما يموت يرجع تاني، وبيكون في حالة صعبة وعلى وشك انه يتجنن خلاص. وبيقولوا ان لما بيموت بيرجع تاني بس دماغه لسه زي ما هي. وبيلاقي النظام ظهر وقال له انه احصائيات الشفاء زادت عندك، وبتكون زادت 10 بس وبقت 470. فبيتصدم بطنه وبيسأل النظام هو بجد احصائيات زادت؟ فبيقول له مستر النظام ايوه يا عم انا ههزر معاك يعني، احصائيات الشفاء عندك زادت بسبب الضرر اللي كل شويه هيحصل لك. فبيساله كيونج وبيقول له طب اكيد صلحت الخطا اللي حصل وحشرني في المكان ده صح؟ فبيقول له النظام لا يا حبيبي ما فيش حاجه اتصلحت ومش هتخرج من هنا ابدا، اقعد بقى ساكت. فبطنه بيضحك وبيقول له احيه، وبيقول في نفسه انه عدت سنين وانا على نفس الوضع ده، وبيكون عدى 4 سنين. وبيقول انه حاول يهرب باقصى سرعه عنده وحاولت اقاوم ولكن المكان ما بيخلصش ومفيش نهايه للمكان ده. وبنلاقي احصائياته زادت كانه مهكر النظام، وبتكون صحته بقت من 470 ل 1070، وقوته بقت 56 والخفه بقت 24 والقوه السحريه بقت 37، ولسه ما اخدش سمات فطريه. وبنشوف بطلنا في مشهد وهو بيتقسم نصين وبيكون بيحاول يفهم او يحاول يتصرف ازاي بس مفيش اي حل قدامه، وبيعدي 10 سنين على العذاب النفسي والذهني ده. وبنشوف بطلنا كيونج بيسأل النظام ايه اللي بيحصل في كوكب الارض دلوقتي، فبيقول النظام مفيش حاجه اتغيرت خالص، وده لان الوقت في البعد اللي انت فيه بطيء جدا، ده بالنسبه للوقت على كوكب الارض، وبتكون ال10 سنين في البعد اللي هو فيه ده بتساوي 12 يوم بس في كوكب الارض. فبيتضايق بطلنا من اللي بيتقال ده وبيحس الموضوع يخنق جدا، وبيفتكر رسائل امه لما كلمته وهو في الشغل وكانت قالت له يشتري فراخ وهو راجع، وبيتضايق انه لسه ما اشتراش ليها واكيد هي مش عارفه هو فين، وهو بقاله قرون ما شافهاش. وانا بقول قرون لانه عدى 500 سنه على وضعه ده، وما اعرفش ازاي حد ممكن يتحمل كده لو ما فيش اي تغيير ذهني بيحصل له. وبنلاقيه حالته بتحزن الواحد وقاعد منتهي وبيقول في نفسه انه كل ذكرياته بقت ضبابيه وما بيكونش فاكر عيلته ولا اصحابه ولا هو مين اصلا، وبيكون بيفكر في حاجة واحدة بس، ليه كل ده بيحصل له؟ بس وهو بيفكر الوحش اللي ما عندوش غيره في المكان ده بيهجم عليه تاني، فبطنه اتجنن على اخره وضربه ضربة خلاه يتبخر، وبيكون زهق من كل الكلمات اللي بقى عايش فيها دي، اللاعب والنظام والاستيقاظ، بيكون زهق من كل حاجة حرفيا وما بيكونش مهتم غير بحاجة واحدة بس. ليه حصل له كده هو بالتحديد؟ اشمعنى هو؟ وبيقول في نفسه كل اللي كنت عايزه حياة سعيدة مليانة حاجات جديدة بس مش اكتر. وبنشوفه في لقطة وهو واقف متعصب على اخره وبيقول لنفسه الحاجه الوحيده اللي اقدر افضي فيها عصبيتي الوحش اللي كل شويه يظهر ده، وبينط عليه بهجوم قوي جدا فيه كل قهرته. وبيكون مر 10 سنين بس في كوكب الارض على ايقاظ البشريه، وبنشوف المدينه وقت الغروب عادي خالص، وبنلاقي البعد في السماء بيتكسر والنظام بيطلع خطأ تاني انه في حد بيدمر جدار الحمايه لبعد النظام، وبنلاقي بطلنا اللي دمره وبنشوفه رجع للعالم تاني وشعره بقى ابيض، وبيكون عدى عليه 3000 سنه في وضعه ده، وبنشوف بطلنا شكله اتغير وشعره
شعره بقى ابيض وعينه لونها اتغير، وبنشوف احصائياته اللي ما بقاش ليها عدد، وبيكون وصل لمستوى واحد في السمات الفطريه، وبيكون بيقدر يطير وشكله كده هيدمر الدنيا، وبيكون النظام في وضعه الاوف لاين، ويعني انه مفيش اتصال بالانترنت. وبيقول بطلنا في نفسه اول ما وصل للارض انه في ال3000 سنه اللي فاتت كان بيفكر في نفسه بس كل يوم، وهيعمل ايه اول ما يخرج ويرجع للعالم بتاعه الحقيقي. وبيقول له مستر النظام ان المزامنه خلصت خلاص ومرت 10 سنين فقط في كوكب الارض. وبيسال بطلنا النظام وامه فين حاليا، فبيقول له النظام مش هقدر اقول لك لانه انت في وضع الاوفلاين حاليا، والخاصيه دي مش متوفره غير في وضع الاونلاين. فبينفخ بطلنا وبيقول اكيد مالكش اي 30 لازمه، وبيقول دلوقتي انا هروح لبيتي، وبيعمل كده فعلا وبيروح لبيته وبيلاقي عمارته متدمره والمكان مفيهوش اي روح. فبيسأل نفسه ايه اللي حصل لبيته، فبيلاقي 2 من الجيش ماشيين وراه وبيلاحظوه، وبيقول له واحد منهم انت بتعمل ايه هنا؟ المنطقه اللي انت فيها دي محظوره على المدنيين، ارجع لمنطقه الامان فورا. فبيسأله بطلنا ايه اللي حصل في المكان ده، فبيقول له الجندي انت ازاي ما تعرفش، انت عايش في كهف ولا ايه؟ فبيقول له بطلنا عرفني يا عم. فبيقول له الجندي المكان كده بسبب بوابه الزنزانه اللي اتفتحت من 10 سنين. فبيفهم بطلنا انه بيتكلم عن الوحوش اللي شفناها في اول المنهوى واللي قتلته. فبيسأله بطلنا طب والناس اللي كانوا عايشين هنا راحوا فين؟ فبيقول له الجندي ناس مين يا ابني؟ كل اللي هنا ماتوا. فبتنزل الكلمه على بطلنا زي الصاعقه، وبيبدا بقه يرتعش وبيسال نفسه هل الام ماتت؟ فبيقول له الجندي بس اللي خرجوا من بيوتهم بطريقه غريبه هم اللي كانوا عايشين، وسمعت انهم راحوا للمنطقه الامنه. فبيقول له لو بتدور على حد معين فروح هناك. فبيمسكوا بطلنا كيونج من هدومه وبيقول له بدون تفكير هي فين المنطقه دي. فبيخاف منه الجندي فبيقول له انها في المنطقه بي واللي بيكون اسمها مدينه القمر. فبيسيبوا بطلنا وبيجري بسرعه يشوف امه لسه عايشه ولا لا، وبنشوف اللاسلكي اللي مع الجنود وبنلاقي حد بيقول لهم انه في زنزانه جديده ظهرت، وبيقول له المكان اللي ظهرت فيه في المنطقه بي اللي نفسها بطلنا رايح لها دلوقتي. فبيتصدموا الجنود وبنروح بقى لمدينه القمر دي، وبنروح للمكان اللي هتظهر فيه الزنزانه، وبنلاقي طاقه دائريه بتظهر في السماء، وبنلاقي الجيش وصل للمكان هناك، وبنلاقي شخص اسمه الملازم كيون وبيقول ان الوضع شكله هيبقى دمار هنا، وبيقول له الجنود اللي معاه امنوا المكان وجيبوا الدعم بسرعه مش هنقدر على الزنزانه دي لوحدنا. فبيسال واحد من الجنود هي قوه النقابات فين يا ابني دلوقتي؟ فبيقول له الجندي انهم اتحركوا وجايين. فبيتضايق كيون لانهم مهملين المدينه دي. فبتقول له الملازمه اللي اسمها مش غريب عليا واللي هو لي جيون هنعمل ايه دلوقتي يا ريس؟ فبيقول لها انت بتساليني لسه؟ اعملوا خط دفاع ودمروا الوحوش الصغيره واحنا هنقوم بالواجب مع الوحوش الكبيره والمتوسطه عبال ما يوصل دعم المستيقظين. فبتقول له جيون انت بتهزر يا عم انت، لو عملنا كده كل المدنيين هيموتوا. فبيقول لها كيون خلاص نروح نموت معاهم في سكات ايه رايك؟ وبيتعصب عليها وبيقول لها اقفلي بقك ونفذي الاوامر وابني خط دفاع، لو الوحوش دخلت منطقتنا هنودع الملاعب كلنا. فبيوصل بطلنا كيونج المكان اللي فيه الجيش، فبيسأل بطلنا النظام هو ايه اللي بيحصل هنا؟ فبيقول له نظام في زنزانه هتظهر في المكان اللي انت فيه ده بعد 3 دقايق. فبيتصدم بطلنا وبيفتكر اخر مره كان موجود في كوكب الارض والزنزانه اللي هجمت على المدن ودمرتها، وبيتعصب وبيقول في نفسه اكيد امي في خطر دلوقتي، ده لو لسه عايشه اصلا. فبيتقدم لقدام وبيقرب من الجنود اللي بيمنعوه انه يكمل مشي، وبيقولوا له وقف انت بتعمل ايه يا عم انت؟ في زنزانه هتظهر هنا دلوقتي اجري بسرعه للمنطقه الامنه. فبيكون الجندي حاطط ايده على صدره فبيزقه كيونج على الارض بحركه بسيطه وبيوقع 2 جنود على الارض. فبيتعصب كيون وبيزعق في بطلنا وبيقول للجنود مين اللي سمح للمعلم ده يدخل هنا؟ وقفوه حالا. فبيرفعوا كل الجنود على بطلنا كيونج السلاح والوضع مليان توتر. فبطلنا بيقف ساكت وفجأة بيقول بنبرة حادة ونظرة شر ابعد عن وش ياض انت وهو. فبيخافوا الجنود وبيجيبوا ورا كلهم. فبتزعق فيهم الملازمة جيون وبتقول لهم انتوا بتعملوا ايه بس؟ ايه اللي خلاكم تسيبوه؟ فبيقول لها واحد من الجنود انه لاعب. فبيكون بطلنا ماشي ناحية المكان اللي هتتفتح فيه الزنزانة، وبتبدأ البوابة تتفتح وبيتوتروا الجنود كلهم، وبتبدأ ايد وحش مخيفة تطلع من البوابة. فبيترعب واحد من الجنود وبيعملها على نفسه، وحقه بصراحة لانه شكل الوحوش كأنهم طالعين من ريزيدنت ايفل. فبيقول الجنود ازاي هنقتل الوحوش دي بالاسلحة اللي معانا؟ دي مهمة انتحارية. فبتتعصب الملازمة جين وبتجري علشان تلحق بطلنا، وبنشوف بطلنا وهو طالع على السلم وبيكون بيبعد عن المكان وعن الزنزانة وعن كل اللي بيحصل. والنظام بيقول الزنزانة ظهرت ورتبتها 5 نجوم. فبيتضايق بطلنا من الزنزانات والوحوش المزعجة دي، وبتبدأ الوحوش تقرب منه من كل النواحي، وبيهجم عليه وحش شبه التمساح من ورا ظهره بس ما بيلحقش يقرب من بطلنا حتى، وبيتهجم عليه اول ما بيلمس بطلنا وبيقع وراها على السلم متدمر، وبتهجم باقي الوحوش عليه. فبيتفادى بطلنا هجوم واحد منهم بسهوله وبيمسك واحد منهم وبيرزع امه في الارض وبيدوس على وشه وبيلاحظوه باقي الوحوش العمالقه. فبيبص له وحش منهم بصه مش حلوه. فبطلنا قبل ما ثانيه جديده تبدا بينط عليه وبيديله بوكس بيفرتك وشه، وبيلاقي 4 وحوش قدامه وبيديهم لكمات متتاليه في نفس الوقت بيفرتكهم كلهم.
وراهم، وبتهجم عليه مجموعة وحوش من وراه وبيلف رجله بحركة بسيطة بيحللهم هم كمان. وبيكون كيونج ده قوي بصورة مش طبيعية، وبتبدأ تيجي عليه الوحوش التانية الطائرة فبيطير بسرعة عليهم بطلنا وبيدمرهم هم كمان. وبنروح لجيون اللي كانت بتجري على السلم اللي كان بيمشي عليه بطلنا، وبتقول انا متأكدة انه كان هنا، وبتبص فوقها وبتتصدم لما بتلاقي بطلنا مدمر كل الوحوش اللي طلعت من الزنزانة لوحده، وبتقول انه دمر زنزانة 5 نجوم بدون اي تدخل من اي حد، وعمل كل ده لوحده كده. وبتقول الدبابات والطائرات الحربية ما تقدرش تعمل اللي هو عمله ده، وبيحصل في نفس الوقت ده انفجار ضخم وراهم، وبيطلع الوحش الرئيسي اللي فتح الزنزانة، وبيشوف بقى الوحوش ماتت وبيتجنن، وبيعرف النظام بطلنا ان الوحش ده لو مات الزنزانة هتتقفل، فبيبدأ يقرب منه بطلنا ولا كأن في وحش قدامه، وبيبص له بنظرة حقد. وبنشوف الملازمة جيون وهي متوترة وبتقول ان ده وحش 5 نجوم كاملة، وبتبص وراها بتلاقي المدنيين وبتقول في نفسها مفيش وقت تاني لازم نعمل اخلاء، وبتقول للناس يهربوا بسرعة. فالوحش بيلاحظهم وبيصرخ عليهم والناس كلها بتبدأ تجري في مشهد مروع، وبطلنا واقف وسطهم ولا كأن في حاجة بتحصل، وفي بنت صغيرة بتتكعبل وبتقع على الارض، وبيظهر وحش صغير تاني وبيهجم على البنت علشان ياكلها، وخلاص الام بتاخد بنتها في حضنها وعلى وشك انهم يتاكلوا خلاص، بس بينقذهم بطلنا في الدقيقه 90 وبيمسك بق الوحش في ايده كانه لقط حته قماش، والام بتشكره وبتكمل جري مع بنتها، وبيبص بطلنا عليهم بنظرات خوف، وبيسال النظام هي امي فين، دور لي عليها تاني. فبيقول له النظام هعمل لك بحث حالا، والبحث هيخلص في خلال 3 ثواني، وهدور في ذكرياتك لو موجوده قريب. وبيقول له النظام مفيش اي حاجه حواليك. فبيتصدم بطلنا وبيفتكر اشكالهم وبيقول في نفسه في ال3000 سنة دول انا كنت دايما بحطهم في بالي علشان ما انساهمش، بس دلوقتي ذاكرتي بقت ضبابية عن ملامحهم ومش فاكر اي حاجة. وبيغمض عينه والوحش بيصرخ بقوة توجع الودن، وبيبدأ يجمع هجومه وبيطلقوا على بطلنا. فبطلنا بيفعل مهارة التعزيز الجسدي وشعره بيبقى ابيض والهالة بتحيط بيه وشكله كده هيفجر الدنيا، وبيبدأ يبعد الهجوم بتاع الوحش علشان ما يأذيش حد، وبيفتكر رسائل امه ليه وهو بيعمل كل ده، وبينط في الهواء وهو متعصب على اخره. وفي هجمات تانية لسه باقية من الوحش وبيقدر يمسكهم كلهم بدون ما يغلط ولا غلطة، وده بيصدم الجيون اللي بتتفرج في صمت. وبينزل بطلنا على الارض وبيبص للوحش بيلاقيه بيجمع هجوم قوي وبيطلقوا عليه، وبيكون بيقرب من بطلنا، وكيونج بيقفل قبضته وبيضرب الهجوم وبيعكسه على الوحش وبيبخر الوحش من الوجود، فبيتصدموا المدنيين والجنود. وبنشوف بطلنا وهو واقف قدام المكان اللي اتدمر ومبقاش فيه اي حاجه غير الارض والهواء، وبتقع جيون من الصدمه وبيقول بطلنا للنظام انه يلغي مهاره التعزيز، وبيبص في الارض بنظره كلها يأس وحزن وبيقول انه تعب جدا. وبنلاقي شخص جه جنب جيون وبيكون ماسك ورق في ايده ان كيونج مفقود، وبتندى على كيونج وبيبص كيونج وراه في دهشه، وبيفحص النظام الصوت من ذكريات بطلنا وبيلاقي ان الصوت الموجود في ذكرياته، وبيقول بطلنا في نفسه ال3000 سنه مرت بسرعه في مخي، ومشاعري اللي اتدمرت وماتت في الفتره دي رجعت تاني دلوقتي وانفجرت. وبيبدا يعيط وبتنهمر عيونه في الدموع، وبتكون اللي ندهت عليه دي امه وبتعيط هي كمان اول ما بتشوفه، وبيجروا على بعض وبيحضنوا بعض، وبتقول له امه وهي بتعيط انت مش عارف انا دورت عليك قد ايه. فبتاسف لها كيونج انه ما جابلهاش الفراخ اللي طلبتها، بس السعاده مش هي اختيارنا المناسب في الدنيا دي، وزي ما احنا عارفين بطلنا حظه اسوأ من اي مخلوق موجود حواليه، لاننا بنلاقي من حيث لا ندري خنجر من وحش بيطعن امه في ظهرها. وبيبص لها كيونج وهو مصدوم زي كده، وبيقول في نفسه ان في 3000 سنه كان بيبقى اقوى كل ما يموت وكان بيقدر يرجع تاني للحياه، وبيقول لنفسه بس قوتي دي ملهاش لازمه طالما ما قدرتش احمي الشخص العزيز عليا. وبيطلع الوحش الخنجر من جسم امه وبتقع امه على الارض، وبيكرر الوحش يهجم تاني، بس الملازمه جون بتطلع مسدسها وبتخرم دماغه، وبيموت الوحش بينما بطلنا ماسك امه وعمال يحاول يعمل اي حاجه بس مش عارف، وامه بتقول له ما تعيطش يا ابني، وبتبدا تنزف دم من بقها في مشهد صعب على بطلنا. وبيبدا بطلنا اللي ما فرحش بامه اللي ما شافهاش من 3000 سنه انه يعيط ويصرخ باعلى صوته. وبننتقل من المشهد اللي يوجع القلب ده لمنطقة قوة دفاع سيول رقم 39، وبنلاقي هناك يون بيقول لجيون الموضوع كبر قوي على كيونج ده، فبتقول له جيون ايوه لانه بيصفي الزنزانات وقدر يدمر كل الزنزانات في المنطقة اللي احنا فيها دي، وبتعرفوا ان باقي النقابات بدأت تتضايق فشكلهم هيتحركوا هم كمان، فبيديها كيون الامر وبيقول لها عايزك تجيبي لي كيونج ده قبل ما تروح منه اكتر. فبنروح لغابة وبنلاقي فيها انفجارات كتير، وبيكون بطلنا بيمسح كل الوحوش اللي بتيجي قدامه وعمال يدمر
في الدنيا وبيخلص على كتير منهم، وبيظهر قدامه جيش كامل من الوحوش، وبيشيل بطلنا سيف كان معاه وبيقول للنظام انه يفعل مهارة تعزيز الجسد، وبيتفعل فعلا وبيبدأ يهجم على الوحوش كلها وبيبخرها وبيصفي الزنزانة. وبنشوفه قاعد في احدى الاماكن تحت الغيوم الممطرة، وبيجي شخص وبيحط المظلة بتاعته فوق دماغه، وبتكون دي جيون اللي بتقول له كنت بدور عليك كتير يا كيونج، وبتعرفه بنفسها وبتقول له احنا اتقابلنا قبل كده بس ما كانش في وقت للتحية. فبيكون بطلنا باصص في الارض ومنتهي تماما، وبتقول له جيون انا فاهمه انت حاسس بايه، انت كنت بتحاول تقفل الزنزانة عن طريق انك تدمر كل الوحوش، بس كل ده مالوش لازمة لان بعد فترة الزنزانات هترجع تتشكل من تاني، انت كل اللي بتعمله بس بتفرغ غضبك مش اكتر. فبيقول لها كيونج طب واعمل ايه غير كده؟ فبتقول له مش قصدي حاجة. فبيقاطعها كيونج وبيقول لها بقالي 3000 سنة جسمي وعظمي كل يوم بيتقطع، وبعد الفترة دي بس قدرت ان ارجع تاني، وبعد ما عملت كده وبعد ما حاولت كل ده علشان ارجع جنب عيلتي من تاني، بس كل ده ما كانش ليه اي لازمة. انت عايزة تقولي لي بقى اتحمل اللي بيحصل ده كمان؟ هل في حد يقدر يتحمل كل ده؟ فبيبدأ يمشي بعيد عنها، فبتلف جين وبتصرخ وبتقول له انا هساعدك تنتقم اكتر من الزنزانات والوحوش ووجع الدماغ ده، بس تعالى معايا ارجوك. وما بنشوفش ايه اللي حصل بينهم تاني، وبننط بالزمن ل6 شهور قدام، وبنلاقي ام كيونج نايمة في سرير في المستشفى، وكيونج بيشوفها من بره وهو لابس بدلة وبيقول لامه انه بقى موظف عمومي وبقى شخص مستواه عالي، فمش هقدر ازورك بانتظام زي دايما لانك عارفة شغل الحكومة ما فيهوش راحة، وبيعرفها انه هيجي لها كل فترة وفترة كده، واكيد ام كل ده في غيبوبة ومش سامعة حاجة. فبيمشي بطلنا وبيدخل مكان كده وبنلاقي ظباط كتير بيحيوه، وبيشد بطلنا الجرافطة وبيبدأ يتحول وجسمه بيبقى مدرع وشعره ابيض وشكله هيعمل قلق، وبيقول للجنود اللي معاه يلا بينا. وبنروح لمكان فيه وحوش كتير وبنلاقي بطلنا بيمحوهم كالعاده، وبنروح لمكان فيه مشروبات وبنلاقي شخص غريب قاعد لوحده وبيشرب، وبيسأل فجأة ايه اللي جابك هنا؟ فبنلاقي شخص تاني ظهر جنبه، فبيقول له الشخص ده انا جاي اشرب مع قائد فريق الاستطلاع بايك تشول. فبيشيل تشول الطاقية اللي كان لابسها وبيقول للشخص ده ادخل في الزبدة على طول. فبيقول له الشخص ده دي اكتر حاجة بحبها فيك، وبيدخل في الموضوع وبيقول له انت اكيد سمعت عنه صح، اللي عامل قلق اخر فترة، وبيقول له انه فعلا عامل لنا مشاكل وبيأخر شغلنا. فبيقول له تشول عايزنا محولك يعني؟ فبيقول له الشخص التاني اهدى بس كده، هو انت اي حاجه امحي وخلاص؟ وبيديله ورقه وبيقول له عندنا امر ليك، وهو انك تلاقيه وتجنده وتعامله كانه قائد. فبياخد تشول الورقه وبيقول له مفهوم، وبيمشي من المكان وبنروح للمكان اللي فيه الوحوش الطائره اللي بتكون من مستوى 5 نجوم، وبيدخل بطلنا الزنزانه اللي هم موجودين فيها هو وفريقه، وبيعرفوا النظام انه دخل زنزانه عش الوحوش الطائره، وبيعرفوا ان البوابه هتظهر قريب، وبيقول له واحد من فريقه انه دي اخر زنزانه هنصفيها الشهر ده، وبيقول لك يونج تمام خليكم هنا وخليكم مستعدين دايما. وبينط في الهواء وبيقرب من الوحوش اللي بتلاحظه وبتصرخ عليه، وبيسأل النظام هو فين رئيس الوحوش دي، وبيبدأ نظام الفحص والبحث عن الرئيس، وبتبدأ الوحوش اللي حوالين بطلنا تهجم عليه، وبيبدأ يفرتك فيهم واحد واحد بسهولة وبقوة فتاكة، وبيقول له النظام انه باقي ثانية واحدة بس والفحص يكتمل، وبتتعصب الوحوش كلها وبتهجم عليه دفعة واحدة، وبيطلع بطلنا طاقة هائلة وبيبخر كل الوحوش اللي حواليه، وبيعرفوا النظام ان الفحص اكتمل والوحش الرئيسي موجود على بعد 12 كيلو ونص في الناحيه الشماليه. فبينطلق بطلنا بكل سرعته وبيوصل في اقل من ثانيه، وبيكون قدام زعيم الزنزانه دي واللي اسمه الباتروس، وبيكون واحد من فريق بطلنا بيتابع اللي بيحصل بمنظار، وبيقول للفريق ان الموضوع هيخلص قريب، القائد كيونج مسيطر على الوضع. فبيقول واحد من الجنود انه بيقابل الزعيم والوحوش كلها لوحده، ده حرفيا هو الوحش هنا مش هما، وبيقول لهم الشخص ده اللي بيكون نائب القائد انهم يتحركوا كلهم، وبيلاقوا فجاه في بوابه بتتفتح من وراهم وبيطلع منها سيف وبيهجم على نائب القائد وبيتفادى الهجوم بس بيسيبه، وبيكون اللي عمل كده تشول اللي شفناه من شويه، وبيهجم عليه تاني بالسيف وبيقتله، وبيدخلوا باقي فريق تشول وبيتصدموا جنود كيونج وبيسالوهم انتوا مين؟ فبيقول تشول انه الشخص اللي هو نائب القائد اللي لسه قتله انه مات واكيد مش هو كيونج، وبيسال تشول جنود بطلنا اني واحد منكم بقى هو كيونج؟ وبنروح لبطلنا اللي لسه بيواجه الزعيم وشكله كده معصلج معاه، وبيكون هجم عليه هجوم بس ما عملش اصابه قويه للزعيم، وبيهجم بعدها الزعيم بسرعه بنار قويه جدا صدمت بطلنا وشكلها كده هتاثر على بطلنا، وبيحصل اهتزاز قوي من هجوم الزعيم ده في الزنزانه كلها، وبيوصل لتشول وجنود بطلنا، وبيقول تشول يعني ما فيش ولا واحد منكم هو كيونج صح كده؟ خلاص انتوا هتموتوا كلكم، لحد ما يظهر كيونج نفسه. وبنروح لمكان بعيد في الزنزانه وبنلاقي شخص بيكلم نفسه وبيكون شعره ابيض وشكله غريب، وبنشوف بطلنا بعد ما اخد الضربه الساحقه دي من زعيم الزنزانه بس بنشوفه هو ماسك الهجوم في ايده ولا حصل له اي حاجه، وبيكون اتضاف بسبب الهجوم
الهجوم ده حاجة جديدة في السمات الفطرية عنده، وهي المقاومة الداخلية، وبتكون من الرتب اس. وبنلاقي بطلنا بيبص للزعيم بنظرة تحدي وبيقول له خلينا بقى نخلص العبط ده، وبيجمع قبضته وبيهجم على الزعيم بسرعة وبيقسمه نصين، والنظام بيظهر وبيقول له تم تصفية الزنزانة وقتل زعيم الوحوش. وبيمشي بطلنا جنب راس الزعيم وبيلاقي حاجة بتلمع في الأرض، فبيمسكها وبتكون كورة سودا شكلها غريب، فبيسأل بطلنا النظام ايه هي الكورة دي، فبيفحصها النظام وبيقول له انها حجر اسمه داي. فبطلنا بيقول له هتفيدني في ايه يعني؟ فبيقول له النظام ما اقدرش اقول لك علشان ما فيش نت، رستر الراوتر وشغله تاني. فبيقول له كيونج انت كل حاجة كده ما اعرفش، امال تعرف ايه بقى بروح امك؟ فبيجي له النظام وبيطلع له شاشات كتيرة فيها تحذير فجأة، فبطلنا بيستغرب ايه اللي بيحصل بالظبط. فبيقول له النظام فيه قتال بيحصل عند باب الزنزانة، وبنروح لهناك وبنلاقي تشول بيعجن جنود بطلنا بايده بس، وبيهجم عليه واحد منهم بسيفه بس بيديله بوكس بيفصله على الارض، وبيهجم عليه واحد تاني على غفلة بس بيمسك تشول وشه وبيخبط مناخيره بركبته وبيرميه هو كمان على الارض، وبيكون فرشهم كلهم زي السجاد، وبيقول لهم مفيش ولا واحد منكم هو كيونج زي ما توقعت. فبيجي واحد من جنود تشول وبيقول له انه في حد خلص الزنزانة وقتل زعيم الوحوش، فبيفتكر تشول الزلزال اللي حصل وكان حاسس وقتها ان كيونج كان بيقاتل، وبيقول تشول لجنوده دوروا على طريق ينزلنا من هنا. فقبل ما بيتحركوا خطوة كمان بيجي بطلنا بسرعة الصوت وبينزل وراهم، وبيبص تشول وراه وبيبدأ بطلنا يظهر من الدخان اللي عمله أثناء هبوطه. فبيفرحوا جنود بطلنا إنه وصل، وبيبدأ بطلنا كيونج يمشي ناحية تشول وجنوده بهدوء، وبيكلموا تشول بنبرة مش حلوة وبيقول له أنت بقى اللي عامل فيها اللي مفيش منه اتنين صح كده؟ أنا كنت عمال بدور عليك. وبيعرفوا على نفسه إن تشول من فريق الاستطلاع لنقابة الدرع. فأول ما بطلنا بيقف قدامه بيبدأ تشول يحس بشعور غريب، وبيقلب أخوه الصغير لما يكسر حاجة، والعرق بيملى وشه وبيبدأ يرتعش، وبيقول في نفسه في شعور غريب طالع من الشخص ده. فبيقول لبطلنا انت قلت نقابة الدرع. فبيتضايقوا جنود تشول وبيزعقوا في بطلنا وبيقولوا له انت ازاي تتكلم مع القائد كده؟ انت عايز تموت ياض ولا ايه؟ فبيتعصب عليهم تشول وبيقول لهم اخرس ياض انت وهو، وبيكون متعصب وبيفتكر الاوامر اللي اخدها انه يجنده ويعامله كانه قائد. فبيقول تشول في نفسه انتوا بتهزروا معايا، وان يكون قائد على الشخص ده حاجة قليلة جدا، لازم نخليه حليف لينا حتى لو هنسيب فريقنا ده بعدين. وبيقول تشول لبطلنا بص يا كيونج انت سمعت اكيد عن نقابة الدرع صح كده؟ احنا اقوى نقابة في كوريا الجنوبية كلها، تعالى وانضم لنا وهنديك اي حاجة انت عايزها. فبيحس بطلنا انه في ان في الموضوع، وبنعرف ان مرتب قائد نقابة كبيرة بيكون 3 بليون وون، يعني حوالي 2 مليون دولار ونص، وبتكون نقابة الدرع دي عندها تأثير لدرجة ان الدولة نفسها ما تقدرش عليهم. وبنعرف من واحد من الجنود ان اي حد بيتعرض عليه ينضم لنقابة كبيرة كانت حاجة مغرية جدا لكل اللاعبين، ومفيش لاعب يقدر يرفض العرض ده، فبطلنا اكيد مش هيرفضها يعني. فبيتكلم بطلنا وبيقول له تشول انا عندي سؤال واحد بس. فبيقول له تشول اسأل زي ما تحب. فبيقول له كيونج هو مش انتوا اقوى نقابة في كوريا والمفروض بتحموا الناس ومسؤولين عن الدفاع عن المدينة؟ فبيقول له النقابة بتاعتك دي كانت مسؤولة عن حماية الناس في المنطقة بيه صح كده؟ وبيفتكر امه وقت لما انطعنت. فبيرد عليه تشول وبيقول له كلامك مظبوط، ومش بس المنطقة دي. وقبل ما يكمل باقي كلامه بياخد بوكس من بطلنا بيطيره وبيرميه عند اتباعه، وبيكون اغمى عليه من بوكس واحد. فبيتعصبوا عليه بقى اتباعه وبيقولوا له انت فاكر نفسك مين يلا؟ فبيقول لهم كيونج انتوا ما فهمتوش الموضوع اصلا، انا بس كل ده انتقام لرجالتي، وده بعيدا عن مشاعري ومشاكلي انا مع النقابه دي. وبنعرف ان نقابه الدرع دي اقوى نقابه في كوريا، وكانوا بيدمروا اي زنزانه بتظهر في مكان اسمه العاصمه، وده كله عباره عن زنزانات، وبقت من بعد الاحداث دي الاقوى في كوريا، وفيها حوالي 5000 عضو، وفي كوريا 3 لاعبين رتبتهم اس وهم اعضاء في نقابه الدرع. بس كل الكلام ده مش حاجه مع بطلنا اللي بيمسح في رجاله تشول البلاط وكانه بيلعب بيهم، وتشول مصدوم ان جايب اقوى فرقه في نقابه الدرع معاه وهو بيلعب بيهم كده، ووشه كأن مفيش اي حاجه بتحصل. وبنروح لسيول في مكتب نقابه الدرع وبنلاقي الدنيا خربانه هناك وفي اصابات كتير بسبب بطلنا في نقابه الدرع. وبنلاقي هناك الشخص اللي شفناه في الحانه الجزء اللي فات وبيقول انا قلت لك يا تشول تعامله حلو، وبنلاقي الممرضات بتقول للشخص ده ما ينفعش تدخن هنا يا مستر، فبيقول لهم مش قادر بصراحه ووسعوا كده علشان عايز اتكلم مع تشول. فبتقول له الممرضات ان المريض دلوقتي فاقد الوعي، فبيقول لهم خلونا نتاكد انا كده من الحوار بنفسي، اطلعوا انتوا ومالكوش دعوه. وبيقول هيصحى بسرعه لانه اتضرب كويس، وبيقول لازم اسمع اللي عنده، وبيطلع جهاز صعقه وبيغرزه في صدره وبيصعقه، وبيصحى تشول مفزوع وبيقول له الشخص ده واللي بيكون المدير شكلك مسحت كيونج فعلا زي ما قلت. فبيقول له تشول انا مكسوف من نفسي والله. فبيقعد المدير وبيقول له اشرح كل حاجه بتفصيل، وبيقول له تشول الفريق كله اتضرب حتى انا من شخص واحد واللي هو كيم كيونج. فبيقول له المدير هو قوي للدرجه دي؟ فبيقول له تشول ايوه
ايوه ده قوي بطريقه ملهاش تفسير. فبيقول في نفسه المدير شكله فعلا قوي جدا، وبيقول له تشول انا عندي سؤال واحد بس، هل ممكن يتقارن بسيدنا؟ فبيقول له تشول اكيد فبيقول له المدير ما تقدرش تحدد يا تشول، لان كيم كيونج وقائد نقابتنا الاتنين بعاد عن مستواك جدا. وبيقول له تشول طيب انا فعلا ما اعرفش احدد الحاجه دي. فبيساله المدير يعني نقابتنا هتقدر تجند كيم كيونج ولا لا؟ فبيقول له تشول لا، كان بيحاربنا كاننا اعداء قوي وحاقد بطريقه غريبه. فبيقوم المدير وبيقول له تمام، وهو خارج بيقول له ريح انت بقى. ولما بيخرج بيقول لنفسه لازم اتعامل انا معاه بنفسي، ولازم الحق اجنده قبل اي نقابه تانية. وبيرن على حد وبيقول له انا عايز اعمل امر بالقتل البوم ستار، وبيقفل المكالمة وبيقول لنفسه لو ما قدرتش اضمه فهخلص منه. وبنسيب العالم المجانين دول وبنروح لشاطئ في زنزانة 4 نجوم، وبنلاقي سلطعون شكله كبير ويخوف بس يرعب على نفسه. بطلنا بيديله بوكس في نفس المشهد بيفرتكه 100 حتة. فبيقول فجأة بطلنا للنظام عايز اسألك على حاجة. فبيقول له النظام ارغي، وقبل ما يقول بيظهر حوت شكله زفت وبيهجم على بطلنا من ظهره، بس بطلنا بيجمع قبضته وبيفرتكه زيه زي صاحبه. وبعد ما بيهزم الوحوش دي بيطلع حجر ضايق اللي كان اخده من زعيم الزنزانة اللي لسه مخلصها، وبتبدأ تطلع طاقة غريبة وبتبدأ تلف حواليه، وبتدخل الطاقة دي في جسم بطلنا وبيقول له النظام تم امتصاص حجر داي، وحصل تطوير كبير في المهارات وفي مهارات جديدة اتضافت، وبيكونوا مهارتين، الاولى تحليل الشخصية والتانية مهارة التقييم. وبطلنا بيسأل نفسه هي تحليل الشخصية دي مش نفسها مهارة البحث عن اي حد لما بطلب من النظام؟ فبيعرفوا النظام ايه هي المهارة دي، وبيقولوا ان المهارة دي بتخليك تعرف وزنه وطوله وبعد الشخص ده عنك وكل حاجة تخصه، وكمان تقدر تعرف قدرة الشخص ده لو كان مستيقظ. فبيقول بطلنا اوكي كويس، بس ايه بقى مهارة التقييم التانية دي؟ فبيرد عليه النظام برموز بتعبر عن حاجة. فبيقول بطلنا بس كده؟ فبيقول النظام ايوه. وبنشوف بطلنا بيهبط على مبنى بعد ما رجع تاني، وبيقول للنظام قول لي فين اقرب محطة اتوبيسات. فبيقول له النظام اقرب محطة على بعد 1.5 كيلو من هنا. فبيتكلم النظام فجأة مع بطلنا وهو ماشي وبيكلمه باسمه كأنه شخص عادي، وبيسأله انت ليه عايز تاخد اتوبيس بدل طيارة؟ فبيستغرب كيونج وبيقول لنفسه هو بقى بيتكلم كده بسبب توسيع النظام اللي حصل بسبب حجر داي. فبيرد كيونج على النظام وبيعرفوا ان الزعيم كيون حذره ما يستخدمش الطيران مرة تانية لانه بيدمر الدنيا كل ما يستخدم الطيارة. فبنلاقي النظام بيديله ايموجي وبيقول له فهمتك. فبنلاقي بطلنا وهو ماشي بيكون حاسس بشعور غريب، وبيبص وراه بيلاقي شخص بيمشي وراه وبيخمن انه ممكن يكون من نقابة الدرع. فبيطلب من النظام انه يحلل الشخصية دي، فبيبدأ النظام انه يحلله. فبيقول له النظام بعد كام ثانية انه ما يقدرش يحلله. المهم بيكبر كيونج دماغه من الموضوع وبيروح يقعد، والنظام بيقول له تحذير الشخص اللي كان بيراقبك قرب منك جدا. فبيرفع بطلنا راسه بيلاقيه قدامه وبيكون شخص شعره ابيض، وحس ان انا شفناه قبل كده في الزنزانة اللي كان فيها بطلنا. فبيفضل الشخص ده واقف قدام كيونج وما بيقولش اي حاجة، وبعدها بيقعد جنبه في صمت، وبيكون الشخص الغريب ده قاعد بيضحك بدون سبب. وبيقول كيونج في نفسه هو ايه اللي بيزغزغه كده؟ مش المفروض يخبي انه كان بيتتبعني؟ المهم انه الباص بيوصل وبيظهر النظام وبيقول له الباص اللي هيرجعك الوحدة ظهر. فبيقوم بطلنا وبيدفع وبيدخل يقعد وبيفك من الشخص الغريب ده، وبينتقل المشهد لزنزانة 4 نجوم وبتكون كلها تعابين كبيرة جدا، وبنلاقي شخص شعره احمر ولبسه غريب تحسه من ايام الفايكنج، وبيكون واقف قدام تعبان قد مبنى كاملة. وفجأة بيرفع سيفه في جزء من الثانية والتعبان بيهجم عليه بسرعة، وبيكون هجوم الشخص الغريب ده أسرع من التعبان وبيقسمه نصين، وباقي التعابين بتنتبه ليه وبتهجم عليه مع بعض، وبيلف سيفه وبيقطعهم هما كمان. وبيجي فجأة تعبان تاني بسرعة كبيرة من وراه وبيبلعه، بس قبل ما يقفل بقه بيفجروا الشخص الغريب ده، والدنيا بتكون بتمطر أشلاء التعبان ده، وبيكون شخص قوي بطريقة مرعبة. وبيبدأ الشخص ده يحس بحد من وراه، فبيلف بسرعة وبيرمي سيفه وراه وبيقول للشخص ده إنه يخرج، وبيطلع ده نفسه المدير وبيقول له أنت اتهورت قوي. وبيعرفنا النظام اخيرا من الشخص ده، وبيكون متدرب من نقابة الدرع واسمه بارك تاي ريم. فبيقول بارك للمدير انت هتفضل شخص مخادع كده؟ فبيضحك المدير وبيقول له انت ازاي بتعرف تتكلم وانت عايش في الادغال كده زي طرزان؟ وبيقول له المدير سم التعابين الكبيرة ده بيدمر الاسلحة، اتمنى يكون سلاح النقابة الغالي ده فرق معاك. فبيقول له بارك خش في الزبدة على طول، ايه اللي جابك هنا؟ الموضوع لو مش مهم ما كنتش جيت ودورت عليا. فبيقول له المدير انت ما سمعتش اي حاجة اكيد لانك في زنزانة دايما وعايش هنا. فبيقول للمدير هقولك باختصار وبسرعه، في حد عايزك تخلص لي فيه. فبيديله بارك ظهره وبيقول له مش مهتم لو الموضوع كده، فاشوف فريق البحث خليهم يهتموا بيه. فبيقول له المدير فريق البحث كله اتفرش وما يقدرش يجرحوه جرح واحد بس. فبيتصدم بارك وبيقول انه فريق البحث دول مجموعه خاصه في نقابه الدرع، وشغلها هو انها تتعامل مع اللاعبين اللي بيعملوا قلق، والناس دي محدش يقدر عليهم. وبيقولوا ان اسلحتهم ومهارتهم لا تذكر وعمرهم ما فشلوا في اي مهمه. وبيبدا يلف
بارك للمدير وبيرزع سيفه في الارض وبيبص للمدير بنظرة شر وبيقول له بنبرة حماس كمل موضوعك شوقتني. وبننتقل فجأة لمبنى غريب وفي أوضة رئيس الوزراء وبنلاقي بارك قاعد على كرسي وفارش كل الحراس على الأرض وبتدخل بنت مع أتباعها وبتكون دي رئيسة الوزراء واسمها ليونج. وأول ما بيشوفها بارك بيقول لها ما شفتكيش من زمان يا أختي. وبنعرف شوية معلومات عن ليونج دي وإنها لاعبة من المستوى اس وهي مش قوية قوي كلاعبة بس هي اختارت طريق السياسة وكده. المهم أخوها بارك بيقول لها أنت عاملة إيه يا بت يا ليونج؟ فبتقول له ليونج مالكش دعوة وما تجيبش سيرة إننا إخوات دي على لسانك بعد إذنك. فبيقول لها بارك أنت هتفضلي بارده كده دايما مش هتتغيري خالص بس انت مش شبه ليونج اللي من 3 سنين خالص. فبتقول له ايوه ال3 سنين دول انا نسيت انا كنت عامله ازاي فيهم اصلا. وبنعرف ان المعلمه ليونج دي مش بس رئيسه ولاعبه دي كمان اول مستيقظه من 10 سنين. وبتكون ليونج استدعت سيف غريب وطلع طاقه هائله منها وبتقول للنظام تفعيل المهاره وبتفعل علامه غريبه في المكان كله وبتكون بتستخدم النقل الفضائي بيكون سحر من 7 حلقات والمبنى كله بيطلع منه ضوء قوي. وبعد ما بيهدى الضوء ده الحراس اللي كانوا مع ليونج بيلاقوها اختفت هي وبارك وبنلاقيهم انتقلوا لمكان بعيد عن المدينه. وبيقول لها بارك قوتك لسه زي ما هي برضه قوه النقل دي بقت اجمد من الاول. فبتاخد ليونج وضعيه القتال وبتقول ليونج البارك انا هعتقلك بتهمه الخيانه. المهم بقى بنرجع لبطلنا وبيكون وصل بيه الاتوبيس المقر الرئيسي للحرس الوطني وبينزل منه وبيكون الشخص ده لسه لازق فيه وبيمشي وراه بدون اي كلام وبيكون بطلنا ما بيقولش حاجه ومكمل ماشي وبيفضل بطلنا ماشي لحد ما بيوصل لجنود واقفين بيحرسوا المكان وبيمشي بطلنا وبيعدي وبيسالوا واحد من الجنود مين الشخص اللي معاك ده. فبيقول لهم كيونج معرفش مين ده والله. فبيوقفوه الجنود وبيقولوا له ما ينفعش تدخل. فبيقول لهم الشخص ده ليه بقى ما اقدرش ادخل؟ فبيقولوا له الجنود لانها منطقه عسكريه وممنوع على المدنيين. فبيدخل بطلنا اوضته وبيفتكر النظام لما قال له الوصول لمصدر الزنزانه فبيسال نفسه هو كان قصده ايه بالحاجه دي وبيقولوا انه لما كان بيسال النظام برده ما كانش بيرد عليه على الحاجه دي. فبيبدا بطلنا يقلع قميصه وبيقول لنفسه شكله لازم اجمع الاحجار وافهم الدنيا فيها ايه. وبيبص على الشباك وبيلاقي الشخص الغريب ده لازق في الشباك وبيكون بيراقبه وهو على وشك انه يقلع البنطلون. انا اصلا من الاول مش مرتاح للواد ده. المهم الجنود بيوصلوا للمكان وبيكونوا هيقبضوا عليه فبينزل الشخص الغريب ده وبيبدا يهرب فبينفخ بطلنا وبيكون هيتجنن. المهم بنرجع لبارك واليونج وبنلاقي الاتنين بيهجموا على بعض وبيبدا قتال شرس بينهم وبيهجم بارك عليها بسيفه وبتصد اليونج بصعوبه وبيقول لها بارك انا عايزك تسلمك يونج وده امر من رئيس نقابه الدرع انا بس هاخده مش اكتر. وبتقول ليونج في نفسها دلوقتي عرفت نقابه الدرع عايزه ايه وايه سبب هجوم بارك علينا. فبتقول ليونج كيم كيونج هو اللي اخيرا بقى بيقفل في الزنزانات كلها والحكومه ما جددتش عقد تاني مع نقابه الدرع. وبنعرف ان الحكومه واللي بطلنا كيونج من ضمنهم وشغال معاهم نقابه الدرع انهوا العقد معاهم علشان يقدروا انهم يحموا العاصمه. وبتقول له انتوا كمان عايزين تاخدوا كيم كيونج بالقوه يا اما بالفلوس. وبتتعصب وبتهجم عليه بهجوم قوي وبيفجر المكان بس بيبعد بسرعه بارك قبل ما يحصل له حاجه. وبتقول ليونج ان كل الناس كانت بتكبر دماغها عن اللي نقابتكم بتعمله ولا القوه ولا الفلوس قدرت تشتغل مع كيونج واتهزمت بسهوله في الاخر وعلشان ما قدرتوش تعملوا اي حاجه عايزين تقتلوه. فبتتعصب وبتقول له ليونج البجاحه بتاعتكم دي مش حلوه على فكره وانت مفكرني هقول لك كده خد كيونج لمجرد انك رميت كلمتين تهديد وفوق كده قتلت اتباع اللي مالهمش دعوه بحاجه. فبيبص بارك وراه بيلاقي نار ضخمه وبتبتسم ليونج ابتسامه صغيره وبتقول له خليني بقى اربيك زي زمان. وبتعمل هجوم ناري من كل نواحي على بارك وبنسيب الهجوم ده وبنرجع للواد ابو شعر ابيض وهو مربوط وقاعد على الارض. فبنشوف شخصين معاه وقدامه بطلنا وبيقولوا له الاتنين دول انهم ربطوه علشان ما يقدرش يهرب تاني. فبيقول لهم كيونج طيب خلينا نشوف عايز ايه الواد ده. فبيساله دغري كده انت ماشي ورايا ليه بقى؟ فبيبتسم الولد ده وبيقول له اكيد لانك وحشتني انا مش مرتاح للواد ده. المشكله انه بيقول له الكلمه بطريقه مش مظبوطه كده لدرجه انه البنت اللي كانت واقفه اعجبت بيه. فبطلنا قرب منه وقال له انت عايز زياد انت عارف انا مين اصلا؟ فبيضحك الواد اللي عايز يتضرب ده وبيقول له بطلنا هو السؤال ده بيزغزغ ولا ايه؟ فبيقول له الواد ده اكيد انا عارفك كويس وبيقول له انت الشخص اللي جه من البوابه. فبيقول له بطلنا بوابه ايه؟ فبيقول له الولد ده كان عندي فضول اعرف ايه طبيعه الشخص اللي خرج من البوابه ولازم اني اراقبك كويس. فبيتصدم بطلنا وبيفتكر فتره استيقاظه وال 3000 سنه وهل ممكن يكون الولد ده عارف كل اللي حصل له. فبيقول له الولد ده لازم تاخد بالك مني كويس انا هكون معاك هنا. فبيجي فجاه نائب القائد وبيحط سكينه على رقبته وبيقول له لو اتحركت حركه بسيطه
بس هطير دماغك دي، انت هنا في قاعده عسكريه يا حبيبي مش في ديزني لاند. فبيلف الولد ده وبيقول لنائب القائد تمام هعمل اللي قلت عليه حضره الجندي. فبيتعصب نائب القائد وبيضحك وبيقول له تمام قوي. فبيتصدم بطلنا واللي معاه وبيقول له نائب القائد لو عايز تفضل هنا لازم تفوز عليا الاول وبعدها تقدر تنضم لينا. فلسه كيونج هيكلمه علشان يهديه، فبيقول له نائب القائد ارجوك ما تحاولش توقفني، وبيقول له لازم نوقف الواد العبيط ده عن التصرفات اللي بيعملها دي، مش قادر استحمله اكتر من كده. فالولد ده بيقول له تمام يعني لو فزت عليك هنضم لكم عادي. فبيقول له الولد ده طب هاخد ايه لو هزمت كل اللي موجودين هنا؟ فبيشيط نائب القائد وبيقول له ماشي تعالى انا بقى هوريك عرض كتافك واقول لك على حاجه، انا هنا بقى الاضعف فيهم كلهم وشوف هعمل فيك ايه انا بقى لوحدي. وبننتقل تاني البارك اللي بيسد هجوم ليونج بسيفه، وبتتصدم ليونج وبيبتسم بارك وبيقول لها انا فاهم وضعك، انت مش عايزه تسلميني كيونج صح كده؟ وبيطلع حاجه غريبه وبتقول ليونج في نفسها وده حجر العود، وبتحاول توقفه عن الحاجه اللي مش عارفين ايه هي، ولكن بيقول لها بارك دي اكتر حاجه كنت بتحاولي تحميها صح؟ وبيفرتكها في ايده وبيقول لها وريني بقى هتوقفيني ازاي دلوقتي. وبيبتسم ابتسامة شر وبتطلع طاقة كبيرة وبتوصل للسما، وبتلاقي بارك اختفى من قدامها وبتقول ليونج في نفسها كنت عارفة انه شخص قوي واسلحته بتدعمه بشكل كبير لانه السيف اللي معاه ده مصنوع من سنان التنين، وبتقول في نفسها ده ممكن يعمل مشكلة مع كيونج حتى. وبنرجع لنائب القائد اللي شكله هيمسح بالواد الناعم ده البلاط، وبنشوفه بيهجم عليه وبيقول له انا هخلص عليك دلوقتي. وقبل ما البوكس ده يدمر وش الواد ده بيرفع فجأة رجله لفوق وبيوقف هجوم نائب القائد بطريقة غريبة، وبيتصدم نائب القائد من اللي حصل ده وبيقول له الواد ده زي ما انت قلت لو انا هزمتك اقدر ان اكون هنا، مش ده اللي انت قلته صح؟ وبيجمع قبضته في نفس اللحظه قبل ما نائب القائد يعدل نفسه وبيهجم عليه بسرعه بيها، وبتكون خلاص رايحه لوشه، بس بيجي بطلنا وبيحط صباعه قدام لكمته وبيوقفها بسهوله وبيقول له بطلنا فجاه صح ما سالتكش عن اسمك، وبيعرفه انه اسمه كيونج. فبيقول للولد ده ان اسمه كانج هوي. فبيكون نائب القائد لسه هيرد على اللي حصل من شويه ده، فبيقول له كيونج انت مش قده، وبيقول له لازم دايما تكون عارف قوه خصمك وما تتهورش. فبيقول له نائب القائد حاضر. فبيقول له كانج قصدك بالكلام ده انا صح؟ وبيقول له بطلنا انا دلوقتي عرفت انك مش مجرد غبي، المهم هتقتلني انا بقى؟ فبيقول له كانج ما اقدرش اغير رايي وانا بصراحه عندي فضول قوي عنك. فبيقول له كيونج انت بتقول ايه يا عم انت؟ واللي موجودين بيتصدموا ان الواد ده عايز يقتل القائد كيونج بنفسه اللي مهكر اللعبه كلها، وبيقول نائب القائد في نفسه ان الولد ده قوي من تحركاته معايا وهجماته، بس القائد كيونج في حته تانية خالص. المهم كانج بيستعد للقتال مع بطلنا، فبيقول له بطلنا ايه ده؟ وما بيردش عليه كانج وبيهجم عليه بسرعه وبيضرب بوكس بس بيتفاداه بطلنا بسهوله جدا، وقبل ما يديله كانج التانية بيرفع بطلنا رجله وبيضربه بنفس الطريقه اللي وقف بيها هجوم نائب القائد، وبيكون هجوم قوي جدا. وبيقول له كيونج ده انتقامي انك قربت من رجالتي وانا عملت نفس الحركه بتاعتك اهو. فبيقول نائب القائد انا كنت عارف القائد كيونج في حته تانية خالص. وبنشوف بطلنا بعد ما ضربه بيكون كانج صد ضربته بايده بسرعه وشكله كده مش سهل هو كمان. فبيقول له كيونج انت كويس انا ضربتك جامد قوي، وبيهجم عليه بطلنا بلكمات كتيره وبيقول له انت مين ومين اللي بعتك؟ فبيلف جسمه كانج بطريقه غريبه وبيقول له انه ده سر، وبيضرب بطلنا برجله في ظهره وبيطير بطلنا لفوق وبيتصدم كيونج وبيقول دي اول مره حد يزقني لبعيد كده، وبيعمل كانج طاقه غريبه في ايده وبيقول لكيونج بطلنا بدري قوي انك تعرف الاجوبه اللي عايزها دي، وبيهجم بطاقه غريبه وقويه على بطلنا وبيصدها بطلنا وبيعكسها وبينزل على الارض، وبيسال كانج انت بتستخدم طاقه الروح؟ فبيبتسم كانج وبيقول له ايوه حاجه شكل كده يعني، وبيهجم هجوم تاني قوي على بطلنا وبيفعل هاله حوالين جسمه وبيهجم هجمات كتير على بطلنا وما بنشوفش ايه اللي بيحصل لبطلنا من الدخان، وبيتصدم نائب القائد واللي معاه وبيقول نائب القائد انا كنت عارف انه كانج ده مش طبيعي بس مش للدرجه دي قوته، وبيكون كانج تعب ووقف هجومه وبيسال بطلنا انت حي ولا ميت، وبيبدا الدخان يهدى وبيطلع بطلنا وما بيكونش حصل له اي حاجه وبس هدومه اتقطعت، وبيقول له انا لسه حي يا عم الحاج. فبيتصدم كانج وبيقول له انت جسمك قوي فعلا ما كنتش عامل حساب انك هتعيش بعد الهجوم ده. فبيقول له كيونج انت كنت بتهاجم هدومي بس. فبيقول له بطلنا انت خلصت صح كده؟ دور انا جه بقى. فبيرفع كانج ايده وبيقول له ايوه انا خلصت وانا بستسلم دلوقتي، وبيقول لبطلنا انت طلعت اقوى من اللي توقعته، وبيشاور على نائب القائد وبيساله ممكن اقعد هنا للابد صح؟ لاني هزمت نائب القائد خلاص، وبيتعامل زي العيال الصغيره وبيقول لبطلنا عايزك تهتم وتردعني بالليل. فبيتعصب بطلنا وبيقول له انا لسه ما خلصتش اروح امك، وبيقول له كانج قصدك ايه؟ فبيديله بطلنا بوكس قبل ما يفتح بقه ويكمل كلمته وبيطيره في الهواء وبيرميه بعيد، وبيلف كيونج بطلنا ظهره وبيقول لاتباعه انهم
يعالجوا وشه مكان الضربه، وبنلاقي كانج وشه ورم وفصل شحن على الارض. وبنروح لاقوى زنزانه موجوده في المنهوه دي، وبتكون رتبتها 8 وبتكون اسمها انت شون عش التنين. وبنشوف مذيعه في التلفزيون بتقول ان في نظريات كتيره عن الابراج المحصنه، بس كل المخبرين متفقين على حاجه واحده بس، وهي ان لو التنين فتح عينه كوريا هتواجه اكبر كارثه من بدايه الاستيقاظ. وبنشوف باركو هو بيقتل ابن التنين الصغير، وبنشوف التنين المرعب ده وبيكون شكله حاجه هائله فعلا، وبيصرخ بقوه ومن صرخته بس بيدمر المدينه كلها، وبيكون شكله اعوذ بالله. وبنرجع قبل ما كل ده يحصل ب10 دقايق والتنين الضخم ده يستيقظ، وبنلاقي باركو والمدير وفرقه نقابه الدرع واقفين حوالين تنين صغير وشكله مصاب وحالته حاله، ولكنه لسه عايش بس مش قادر يهجم ولا يتحرك. فبنلاقي المدير بيقول انا ما توقعتش يكون بالقوه دي، وبيقول كمان انه لو حتى هو شبه التنين بس ممكن يكون حاجه تانية، يعني مثلا ممكن يكون صرصار. فبيبص له باركو شويه وبيقول له انت بتتكلم كتير قوي، قول لي بقى ازاي نجيب كيونج لهنا. فبيبتسم المدير وبيقول له سهله خالص يا عم، وهرب من التنين وقال بنظره شر ونبره خبث هنقدر نعمل كده عن طريق اننا نقتل التنين الناري الصغير، وده هيخلي ابوه يصحى ويفرتك الدنيا، وهنا كيونج هيظهر. يخرب بيت دماغك يا اخي. وقال له بعد ما يصحى التنين الاب الحكومه هتبعت مرتزقه علشان يشتروا وقت. فبيقول له بارك طيب وبعدين احنا هنعمل ايه مع التنين الاب، لانه حتى لو كيونج ظهر وقتلوا التنين فاحنا مش هنعرف نتعامل معاه. فبيقول له المدير عيب عليك، وبيطلع كره غريبه وبيقول له دي هنستخدمها علشان نختم التنين. فبيتصدم باركو وبيقول له ان ده حجر اسمه حجر اليوم، ولو استخدم الحجر ده هيرجع التنين للنوم تاني. فبيتحمس بارك على الاخر وبيرزع سيفه في ابن التنين الناري بسرعه وبيصرخ التنين وبيحتضر وبيموت. فبيضحك بارك ضحكه شر وحماس في نفس الوقت وبيقول انا حبيت الحوار ده قوي. وبنشوف بعد ما التنين صحي ودمر الدنيا في ثانيه، وبنروح لمكان فيه اطفال بيلعبوا، وفجاه في طفل بيبص فوق وبيشاور، وبنلاقي الدنيا قلبت احمر، وبنلاقي الاخبار بتعرف الناس انهم يستخبوا تحت الارض بسرعه ويمشوا ورا التعليمات، وبيعرفوا الناس ان الحاله دي شبيهه باللي حصل من 10 سنين وقت استيقاظ البشريه. واللي في التلفزيون بيستضيفوا دكتور اسمه جارا من جامعه وبيسالوه عن الوضع الحالي، والدكتور بيقول ان حصلت حاجه شكل كده في روسيا وما قدروش اللاعبين ولا اي حد يتعامل مع الكارثه دي، واضطرت روسيا تدمر الكارثه بنووي. وبيطمنهم الدكتور ده اكتر وبيقول لهم انهم ما يقدروش حتى يعملوا كده لان دي منطقه فيها بشر فجي جي. وبنعرف ان كوريا وقعت في نفس الوضع ده من 10 سنين، وبنشوف طياره فيها ليونج وبتقول نقابه الدرع دول عالم مجانين والله العظيم، وبتصرخ للمساعد وبتقول له كلم المركز دلوقتي وقول له يحدد مكان نقابه الدرع. وبتكون ليونج قربت من زنزانه انت شون، وبتقول فجاه لما بتشوف منظر المجال اللي فيه الكارثه انهم لازم يبلغوا كل زعماء النقابات ويجيبوا اجمد 100 لاعب. وبنروح قريب من حاجز الزنزانه ده وبنلاقي المدمر بطلنا هو وفريقه هناك وصلوا قبل اي حد، وبنلاقي فريق بطلنا خايف جدا من الحاجه اللي قدامهم دي وعايزين يجيبوا ورا. وبنلاقي كانجي اللي فيهم متحمس على الاخر وعامل زي العيال الصغير وعمال يتنطط، وبنلاقي نائب القائد بيقول لبطلنا هو ايه اللي خلانا نجيب الواد ده معانا، ده عايز يتعالج الاول والله. فبيقول لبطلنا فكك منه وهو ماشي وراه وخلاص اي حاجه يا عم. وبيقول بطلنا في نفسه انا جبته معايا علشان حاسس انه ممكن يفيد في اي حاجه. وبطلنا بيقول لفريقه يلا بينا ننطلق، وبيدخلوا كلهم المجال ده بس اول ما بيلمسوه بيطيروا كلهم لبعيد. فبيتصدم نائب القائد من اللي حصل ده وما بيكونش فاهم ازاي بعد المسافه دي كلها، وبيبص عليهم بطلنا وبيقول في نفسه صح دي اول مره اتعامل مع زنزانه 8 نجوم، ممكن انا بنفسي اواجه معاها مشكله. فبيلاقي كانج واقف جنبه وعدى عادي، فبيساله بطلنا انت ازاي عديت كده عادي؟ فبيقول له كانج مش فاهم، فبيقول له بطلنا فكك يلا بينا. وبنلاقي حد بيجري بسرعه اتجاه بطلنا وبيلف بطلنا يشوف مين ده، وبيكون بارك واللي انتقل بسرعه الضوء جنبه وبيهجم عليه وبيبص له بحماس. فبيتصدم بطلنا من سرعته بس بيكون بطلنا اسرع منه، وبيفعل تعزيز الجسد وبيفعل وضع الصحوه وبيرفع ايده علشان يمسك السيف، بس بنتصدم كلنا اول ما سيف بارك بيعدي من ايده وبيجرحه جرح عميق، والنظام بيقول له ان الدفاع الجسدي اتكسر. وبنروح للاعب واقف من بعيد وبيوصل له اشعار وبيوصل لاجمد 100 لاعب في المستيقظين اشعارات طوارئ هم كمان. وبنرجع تاني لبطلنا اللي مصدوم من اللي حصل وبيلاقي دمه بينزل على الارض، وبيقول له بارك انت شكلك كده مش زي ما بسمع عنك، طلعت خرع في الاخر. وبيعرف بطلنا من اللوجو اللي عليه انه من نقابه الدرع، فبيلف بطلنا وبيقول له فكك مني مش فاضيلك دلوقتي. وبيقول في نفسه لازم اوقف التنين قبل ما الدنيا تخرب اكتر، وبيضرب بارك بسرعه وبقوه ضربه في الارض من وراه فجاه وبيعمل انفجار. وبيقول بارك لكيونج فكك من التنين دلوقتي، انا جايلك علشان اخلص عليك يا كيونج. فبيتعصب بطلنا وبيشيل بدلته وبيجمع قبضته وبيقول له تعالى لي يلا.
وبيهجم بسرعه وبيحصل انفجار بس بينعكس على بطلنا، وبيتصدم بارك من قوه الضربه اللي بتكون ضخمه جدا. وبعد ما الدخان بيهدى بنلاقي بارك رافع سيفه وبيكون عكس الهجوم، وبنلاقي المدير وباقي فرقه نقابه الدرع وصلوا، والمدير بيضحك زي المجنون، وكيونج بطلنا مصدوم ومش فاهم حاجه، والمجال الضوء اللي جواه بيزيد من انفجار بطلنا، واتباع بطلنا بيلاحظوا كده، ونائب القائد بيحاول يفكر في طريقه يدخل بيها، فبتوصل ليونج فبتسالهم انتوا ليه ما دخلتوش لحد دلوقتي؟ فبيقول لها نائب القائد انهم ما يقدروش يدخلوا بسبب حاجز التنين الناري. فبتقرب ليونج من الحاجز وبتحط ايدها عليه، وبتقول لهم الحاجز ده ملوش اي دعوه بالتنين الناري، وبتعرف ان نقابه الدرع اللي عملت كل ده، وبتقول في نفسها شكلهم مش هيسكتوا غير لما يقتلوا بطلنا كيونج. وبنرجع لبطلنا اللي عمال يتقطع من بارك وشكله كده هيودع الملاعب خلاص، وبنلاقي المدير بيضحك وبيقول ان السيف ده اقوى سلاح وكان في مسابقه زنزانات من 7 نجوم، وبيقول ان وزنه خفيف جدا وحاد بطريقه مرعبه، وبيقول ان اجمد حاجه في السيف ده انه ضرر فيه معكوس، وبيعرف النظام بطلنا ان السيف ده بيعكس الضرر، يعني لو ضرب اللي معاه السيف ده ضربته هتتعكس عليه هو. فبيفهم بطلنا ايه اللي خلى هجومه ينعكس عليه، وبيقول كمان السيف بيتجاهل الدفاع الجسدي، وبيقول لبارك السيف جامد قوي والله. فبيبص له بارك باستغراب وبيقول له انت بترغي حتى وانت على وشك انك تودع الدنيا، وبيتعصب وبيهجم عليه بقوه وبيسيبه جامد، بس بعدها بثانيه بيقول لبطلنا انا عايز السيف ده، وبيتكلم ولا كأن في اي حاجه حصلت، وبيقول له لو اديته لحد من رجالتي هيبقى افضل. فبيتصدم بارك على الاخر وبيقول له انت ازاي ما بتموتش وانت عمال تخسر دم كتير كده؟ فبيبص له بطلنا بنظره برده وبيقول له انا عندي دم اكتر من اي حد، وبنلاقي في احصائياته ان دمه بعد كل ده ما تاثرش غير شويه صغيرين، والكميه اللي اتاثرت دي مش سيف بارك السبب فيها بل هجومه اللي انعكس عليه، وبيعرفوا النظام كده. فبيقول له بطلنا شكرا على المعلومات المتاخره دي، والله ما اعرفش لازمتك ايه. فبيزعل النظام وبيتعصب بارك وبيهجم تاني على بطلنا، بس بطلنا بيتضايق منه وبيقول له مفيش حد غيرك بيتكلم كتير هنا والله، وبيهجم عليه بطلنا تاني بسرعه وبتنعكس الضربه على بطلنا لانه بارك صدها بسيفه، وبينزف بطلنا من جسمه اكتر وبيتصدم بارك وبيبص وراه بيلاقي الارض كلها متكسره من هجوم بطلنا، وبيقول بطلنا لبارك انه ضربته فعلا قويه، وبيجمع قبضته تاني وبيقول له خلينا نشوف بقى هتفضل تستخدم مهاره الانعكاس دي لحد امتى. وبنلاقي صحه بطلنا في احصائياته اتاثرت جامد بسبب هجومه اللي لو كان جه في بارك كان هيمسحه من الوجود. وبنروح للتنين اللي بيضرب في الحاجز وبيطلق نار ضخمه على الحاجز، وبيحس بكده المدير وبيقول له واحد من اعضاء النقابه احيي. فبيقول المدير ايه ده ياض، الموضوع مش سهل قوي كده، ده حاجز من 8 نجوم برضه. صح التنين قوي جدا بس في وقت عبال ما يقدر انه يدمره، وبيتعصب التنين وبيصرخ بقوه، وبيلاحظ المدير انه الحاجز بيضعف بسبب التنين، وبيقول في نفسه شكلي هستخدم حجر اليوم بدري عن الميعاد، وبيقول اول ما بارك يخلص على طول هستخدمه وهخلص الموضوع. فبيلاقي حد بيساله وبيقول له موضوع ايه لا مؤاخذه؟ فبيقول له اول ما يموت كيونج هسجن التنين. فبيكون اللي ساله ده كانج اللي مش عارف جه منين. فبيبص عليه المدير وبيلاحظ كده في لحظه صمت واعضاء نقابه الدرع بيجروا وراه علشان يقبضوا عليه، وبنرجع لبطلنا اللي عمال يضرب في السيف زي المجنون وبيعكس الضرر على نفسه، وبيقول له بارك انت غبي جدا، وبيقول له بارك استسلم يا حبيبي خلاص كل حاجه ضدك دلوقتي. فبيصدم اول ما بطلنا بيضربه وبيزقه وبيتعكس عليه الضرر، فبيضحك تاني بارك وبيقول له والله العظيم انت عبيط. فبيتعصب بطلنا وبيضرب تاني وبيفضل يضرب ضربات اقوى من اللي قبلها، وبيبدا بارك يتزق لورا وبيلاحظ كده وبيتصدم وبيكون في اهتزاز قوي جوه مجال الزنزانه، وبتلاحظه اليونج من بره وبتعرف انه كيونج وبتكون عايزه تدخل بسرعه تلحقه، فبيوقفها تابعها وبيقول لها اهدي كده واستني، لو دخلتي وحصل لك حاجه كوريا كلها هتتدمر لانك الرئيسه على كوريا كلها دلوقتي. فبتتضايق ليونج، وبنرجع تاني لبطلنا اللي عمال لسه يضرب، وبعدها بيهدى وبيقول بارك في نفسه اخيرا وقف ضرب، وبيسال نفسه اكيد تعب، وبيبص له بطلنا بعزيمه لسه وبيستغرب بارك وبنلاقي انه الدنيا حواليهم ما بقاش ليها شكل من هجوم بطلنا. وبيجمع بطلنا كيونج قبضته مره تانية وبيقول يلا امتى تخلص، وبيضرب في السيف تاني وبيفضل يكرر الضربات، وبنلاقي فجاه رجل بارك بدات ترتعش وما قدرش يقف عليها ونزل على الارض وطلع دم من بقه، وبيسال نفسه وهو مستغرب ازاي هو اتعرض لضرر، وبيبص على السيف بيلاقي كسر فيه، وبيبص له بطلنا بنظره مرعبه وبيقول بصوت يخوف قربت خلاص، وبيخاف بارك وبيجمع بطلنا كيونج ضربه وبيقول له بارك استنى بس هفهمك، وبيضرب بطلنا السيف وبيتكسر اكتر وبيطلع من بق بارك دم، وبيجمع بطلنا
بطلنا قبضه كمان وبيضرب السيف وبيكسره نصين وايده بتمر من السيف، وبيضرب بوكس في وش بارك بيخلي وشه يرجع على حاله الوكاله، وبيكسر الارض كلها من حواليه، وبنشوف وش بارك اللي بقى عامل زي العروسه المفعوصه. وبنلاقي كانجي بيقول لاعضاء نقابه الدرع ان كيونج كسب وبيشاور عليه، فبيتصدموا كلهم. وبنلاقي بطلنا مسك السيف اللي كان على الارض وبيقول لنفسه السيف راح فيها خلاص للاسف. وبيكونوا اعضاء نقابه الدرع مصدومين ان نائب الرئيس اللي هو بارك اتفعص على الارض، فبيتصدم المدير صدمه حياته، وبيقول في نفسه ازاي بارك اللي واحد من اقوى 3 في كوريا كلها يخسر كده، محدش توقع الحاجه دي ابدا. وبيقول ان كل حاجه اتعملت واتخطط ليها، كل حاجه كانت على الفاضي، كل حاجه اتدمرت بسبب شخص واحد بس. وبنعرف خطه نقابه الدرع من الاول بوضوح اكتر وانا هختصرها على طول، والاختصار هو انهم كانوا عاوزين يصحوا تنين النار، وبعد ما بطلنا كيونج يدمر التنين ده يظهر نائب الرئيس ويستغل ارهاق يونج ويدمره. بس طبعا بارك اللي هو نائب الرئيس ما قدرش يستنى وهجم على بطلنا بسرعه، وبعد ما يخلص من كيونج ياخدوا هم الحجر اللي هيطلع من التنين. وبالنسبه للي هيسمعوه الناس ان بطلنا مات وهو بيحاول يخلص على التنين الناري، والابطال اللي بيموتوا بيتنسوا بسرعه، ومن بعدها العامه كلها هتعترف بنقابه الدرع مش بالحكومه اللي فيها كيونج، وبكده هتكسب قدره واحترام نقابه الدرع اكتر. ودي كلها كانت خطه نقابه الدرع باختصار. وبنلاقي المدير بيقول لباقي الاعضاء انهم ينسحبوا كلهم ويستخدموا احجار العوده، وبيقول له واحد من الاعضاء لو عملنا كده التنين هيقدر يخرج من الزنزانه. وبيقول للمدير انه ال100 لاعب اللي مفكرينهم هيحلوا المشكله دول هيتهزموا في ثانيه، ففرص الفوز منخفضة جدا. وطبعا في اعضاء من نقابة الدرع في ال100 دول، فالناس هتعرف اننا ما قدرناش على التنين ده واستخدمنا حجر العودة في اللحظة الاخيرة علشان نلحق نفسنا، فبيتصدموا اعضاء نقابة الدرع من خبثه، وبيقول لهم صح ده كله خارج خططنا، بس في الاخر هنكون من ضمن الابطال اللي حاولوا يحموا البلد من تنين النار، ولو ده حصل رئيس الوزراء بنفسه اللي عارف كل حاجة مش هيعمل لنا حاجة. وبيقول لهم يلا بينا. فبيقول له واحد من الاعضاء طب وبالنسبة لبارك؟ فبيبص له المدير وبيقول له فكك منه. فبيقول له الشخص ده بس هو لسه نائب الرئيس برضه. فبيقول للمدير لو عايز تنقذه روح جيبه من الوحش اللي هزمه ده، وبيكون قصده على بطلنا. فبطلنا بيبص عليه والمدير بيبص له، وبعدها كلهم بينتقلوا بسرعه. فبيجي كانج لبطلنا وبيقول له مش هتروح وراهم؟ فبيقول له بطلنا فكك منهم دلوقتي، الاهم البلوه اللي سابوها دي. وبنلاقي تنين النار نازل دعك في الحاجز، وبنلاقي بنتي بتقول ان صحه الحاجز 89% بس، وباقي 5 دقايق وهنتمحي كلنا. وبنلاقي واحد تخين بيقول لليونج انسحب بسرعه انت والمقاتلين ويلا نرجع. ففجأة الزنزانة بيتشال من عليها الحاجز اللي بيخليهم ما يشوفوش اللي بيحصل جوه، والناس بتبدأ تتوتر وبيفكروا الحاجز اتشال خلاص، بس بتقول لهم البنت دي انه بس بقى شفاف ونقدر نشوف كل حاجة جواه، بس لسه ما اتشالش تماما. وبتلاحظ ليونج ان نقابة الدرع مش موجودين، وبتخمن انهم كده خلصوا على كيونج بالفعل. وبنلاقي فجأة واحد من الناس بيتصدم انه في حد جوه الزنزانة، فبتبص بسرعة على ليونج وبتلاقي شخصين من بعيد واقفين، وبتلاقي بطلنا من ضمنهم، وبيصوروا الصحفيين بارك وهو مفعوص على الارض. وبتتصدم ليونج على الاخر انه قدر يدمر نائب الرئيس بارك، وبتكون هتتجنن من قوه كيونج ده، فبتلف بسرعه وبتسال اتباعها ما اقدرش اتصل بكيونج، عايزين نعرفه انه يخرج من هناك. فبيقول لها واحد من اتباعها احنا بنحاول نكلمه بس الاتصال صعب لانه جوه الزنزانه. وبنلاقي التنين بيطلق نار هائله مره كمان على الزنزانه، وبتقول للبنت دي تاني انه خلاص الزنزانه بتودع وصحتها 97% بس. فبتفكر ليونج في طريقه تخلي الزعيم يعطل عن تدمير الحاجز علشان ما يدخلش كوريا ويدشمل الدنيا. وبتبص على اجمد 100 لاعب في كوريا وبتلاقيهم 30 بس وصلوا منهم، وبتقول في نفسها مستحيل نلحق الباقي على بال ما يوصل، وبتكون عايزاهم على الاقل 80 شخص. وبيقول لها واحد من اتباعها انه قدرنا نتصل بكيونج، فبتاخد منه اللاسلكي بسرعه وبيكلمها حد تاني، وبتقول لليونج مين انت؟ فبيقول لها ممكن نتعرف؟ فبتقول له انت قليل الادب، انا عايزه كيونج دلوقتي. فبيقول لها لا انا كانج مش كيونج. فبتقول له ادي التليفون لكيونج دلوقتي حالا علشان ما اعملكش بلوك. فبيقول لها ماشي، وبيكلمها كيونج وبتطمن عليه اليونج. فبيقول لها بطلنا ممكن اكون كويس، وبيكون ابرد من التلاجه اللي في بيتنا وهو بيكلمها، وبيسالها كيونج اعمل ايه دلوقتي في الوضع اللي انا فيه ده؟ وبتقول له اليونج وهي محتاره انا عايزه وقت بس وفر لي وقت شويه. فبيقول لها بطلنا عيوني، وبترمي اليونج التليفون وهي خايفه على بطلنا علشان ممكن يموت في الطلعه دي. وبنلاقي حد بينقل الاخبار للناس كلها وبيعرفهم ان في شخصين في الزنزانه وداخلين بقلبهم للتنين الناري. وبنلاقي الخنزير المتكلم ده بيقول لليونج انت بتهزري، سايبه 2 بس ومعتمده عليهم قوي كده، هتعملي ايه بقى لو الامور بقت اسوأ واسوأ؟ فبتبص له اليونج بنظره مرعبه وصوتها بيتخن وبتقول له اخرس يلا. فبيخاف الحمار ده، وبتقول ليونج انه الشخص ده مستقبل كوريا كلها،
الامل الوحيد اللي فيها، وانا خليته يقتل نفسه ويضحي، ودي الحاجه اللي كنا هنعملها احنا. وبنشوف بطلنا وهو بيقرب من التنين ومفعل تعزيز النظام، وفي حماس وانفجارات هنشوفها دلوقتي. وبنشوف احصائياته وصحته اللي نزلت جامد بسبب ضربه لنفسه قدام بارك، بس بيكون عنده صحه شويه والنظام بيعرفوا ان صحته اقل من 8% وبينصحوا يرتاح. فبيقول بطلنا في نفسه انا نفسي ارتاح لانه النزيف اللي بيحصل له ده عمال يقلل من صحته. فبيقول بطلنا في نفسه انه ما يقدرش. فبيقول له النظام ليه ما تقدرش؟ انت لاعب تقدر تهرب من غير قتال براحتك. فبيقول بطلنا لو عملت كده كل حاجه هتبقى بحر من النار وده خطر على امي. فبيصدمنا النظام وبيقول له طب خد امك واهرب من البلد كلها. فبيقول له بطلنا انت حرفيا حته زباله ما تعرفش كده. فبيقول له كانج يلا مش هنقتل التنين ده. فبيقول له بطلنا ايوه لازم نقتله. فبيكون كانج مصدوم وبيقول هو قوي قوي كده. فقبل ما يكمل كلمته بيطلق التنين النار على بطلنا وكانج وبيحصل انفجار هائل بيغطي المنظر من بره الزنزانه، وبيكون الحاجز ما تاثرش، وبتكون ليونج خايفه على بطلنا، وبنلاقي كانج عمل حاجز حواليهم يحميهم. فبينبهر بطلنا وبيقول له شفت القدره دي قبل كده وكانت جامده. فبيقول له ايوه هي شبه القدره دي. وقبل ما يكمل كلمته التنين بيديله بوكس بيركنه وبيقول بطلنا لنفسه مش هرغي معاك تاني صدقني. وبيبص للتنين وبيقول له ماشي القتال بقى 1 ضد 1 يلا بقى تعالى يلا وريني نفسك. وبيتعصب التنين وبيهجم على بطلنا بايده، بس بطلنا بينط وبيرفع ايده في الهواء وبيهجم بسرعه التنين بديله وبيهرس بطلنا، بس بطلنا بيمسك ديله بكل سهوله ومن ضغط عضلاته النزيف بيزيد. وبيقول له نظام صحتك نزلت 7%. وبيزق بطلنا ديل التنين وبينط بطلنا كيونج بسرعه وبيجمع قبضته وبيضرب التنين بوكس بيطيره لبعيد، والضربه بتخلي النزيف يزيد اكتر واكتر وبينزل ل 4%. والوضع مع بطلنا كيونج حرج على الاخر. فبيتعصب بطلنا وبيهجم بسرعه تاني على التنين اللي بيتعصب هو كمان وبيجمع نار وبيطلقها على بطلنا. فبيحس بطلنا كيونج بخطر كبير من النار دي وبيتجنبها، وبطلنا عمل حركه صح لانه نار تنين من رتبه 8 نجوم ممكن تحلل الفولاذ نفسه. فبطلنا اختار القرار الصح علشان يقدر ينقذ نفسه، بس في مصيبه تانية وهي ان النار متجهه ناحيه الزنزانه ودي هتدمرها وتنزل على الناس. فبتقول ليونج للناس انهم يهربوا بسرعه من المكان، وقبل ما تلمس الحاجز بيجري بسرعه كانج وبيعمل حاجز وبيستقبل النار وبيحمي حاجز الزنزانه، وبعدها بينفجر فيه وبيقع على الارض وبيقوم تاني عادي خالص ومعرفش الواد ده مهكر النظام هو كمان ولا ايه. فبيفرح بطلنا باللي عمله وبيقول له عاش عليك. فما بيسمعوش كانج كالعاده وبيقول كيونج بطلنا للتنين طيب خلاص كده كفايه دلع يلا بينا بقى نخلص الحوار ده عايز انام. فبيصرخ التنين بقوه عليه وبيجمع نار من جهنم وبتكون ضخمه جدا، بس بطلنا بيفجر قوته على الاخر والوضع حماس مليار وبيجمع قوته كلها في قبضته، وعين بطلنا بتكون مضيئه وبينطلق بسرعه الضوء على التنين وبيكون عامل زي النووي وبيضرب التنين بكل قوته وبيبدا التنين يقع على الارض. وبيقول النظام لبطلنا انه الزعيم انتهى بنجاح وبيجي له اشعارات كتير تطور لقوته والمنى بتاعته زادت، وبيقول له النظام انه اكتسب مهاره جديده وفريده وهي اول قاتل للتنين وبتديه 50% ضرر على التنانين لما يقتلهم، وبتكون اتضافت في الصفات الفطريه. وبعد كل ده بنلاقي النظام بيحذر بطلنا ان صحته اقل من 3% والعلاج لازم، وعمال يبعت في اشعارات كتير. فبطلنا بيقول له خلاص اهدى فهمت يا عم انا مش قادر للكلام ده. فبيجي كانجو وبيقول له شفتني وانا بوقف هجوم النار اللي عمله التنين صح؟ وبيفضل يساله كتير علشان يرد، والنظام جنبه عمال يزنه ويقول له العلاج مطلوب، وبطلنا عايز يسب بس مش قادر يتكلم. وفجاه بطلنا بيلاقي حاجه بتضيق من وراه وبيلاقي جسم التنين بيحصل فيه حاجه غريبه، وبنلاقي حاجه شبه القلب على وشك الانفجار وبيحصل انفجار ضخم جدا، وبنلاقي حد بيقول لليونج انه الانفجار اللي حصل دلوقتي ده اقوى انفجار عمله التنين. فبتتصدم ليونج فبتستدعي سلاحها وبتقول لهم كلهم يلا دمروا الحاجز واتحركوا، وبتقرب ايدها من الحاجز بتلاقيه بيختفي والدنيا بتبدا تنزل حاجه زي التلج كده بس لونها احمر والناس بتنبهر كلها. فبتتصدم ليونج وبتفهم انه ده مش تلج ده رماد، وبتفتكر بطلنا اتحول لرماد من الانفجار وبتجري بسرعه كبيره تدور عليه وبتفضل تلف حواليها وبتنده بصوت عالي عليه، بس بيطلع لها كانج من تحت الحطام وبيقول لها انا كانج هوي. فبتقول له فين كيونج ياض انت؟ فبيقول لها والله مش عارف. فبيقول لها اهو لقيته، وبيكون بطلنا ساند ظهره على حيطه هناك وتعبان على الاخر، وبتقرب من اليونج وبتقول له عاش عليك يا بطل. فبيبتسم كيونج وبنلاقي احصائياته وصحته اللي قربت تتفنش، وبنروح لسيول لمكتب نقابه الدرع وبنلاقي المدير واقف بيخبط له سجاره ولا كأن اي حاجه حصلت، وبيجي له واحد من الاعضاء وبيقول له جالي اتصال من الحكومه. فبيقول المدير عارف وبيرمي السيجاره وبيسيبه وبيمشي من غير اي كلام. وبنعرف من الاخبار انه بارك والمساعدين بتوعه تم اعتقالهم، واليونج بنفسها اللي اصدرت القرار ده عليهم وهيتعاقبوا عقاب عسل وعليهم تهمه خيانه كمان. والمدير بقى اللي ما عملش حاجه غير شرب سجاير هرب من الحوار كله ومطلوب دلوقتي.
وبنروح لمؤتمر وبنلاقي اليونج هناك وبتتكلم مع الصحفيين وبتقول لهم انتوا شفتوا الاخبار وعارفين كل حاجه حصلت، بس علشان اكون صريحه الفضل كله بيرجع لشخص واحد بس وهو كيونج قائد فريق اداره الزنزانات الخاصه. فبطلنا بيكون اول مره يطلع علني كده قدام الناس ويتكلم، فبيكون متوتر والهبه وقعت منه على الارض. وبننتقل بقى بعد الاحداث دي لبطلنا وكانجو وهما ماشيين في مكان، وفي بنت بتنده على بطلنا وبتقول له عاش على شغلك، فبيشكرها بطلنا. فبيزيد كانج بعدها وبيقول لها طب وانا ايه؟ فبتقول له وانت كمان عاش على شغلك. فبيفرح كانجو وانا حاسس انه عبيط قوي وانا بعبره في الفيديو بتاعي والله. المهم كيونج بيقل منه وبيقرص ودنه وبيقول له اهبط ياض شويه. فبتساله البنت دي انت اول مره ليك هنا صح؟ فبيقول لها بطلنا كيونج ايوه. وبيسالها بطلنا هم مين الناس دول؟ وبنلاقي فريق تصوير وتجهيزات بتحصل. فبتقول له البنت الناس كلها بتقول عنك بطل دلوقتي. فبيزيد كانج تاني وبيبص لها بحماس وبتقول له ايوه وانت كمان بطل، انا سمعت انه عندك نادي معجبين كمان يا عم. فبيفرح قوي كانجو وبيخرسه بطلنا وبيقول لها هو ده السبب اللي خلاني اجي هنا؟ فبتقول له ايوه وده كله علشان نختبر قوتك يا كيونج. وبتقول له لما دخلت الجيش انت ما عرفناش نقيس قوتك لانه ما كانش في معدات في الجيش للحاجه دي، وبنعرف انه بسبب كده ما كانش كيونج ليه اي مستوى متسجل، وده لو كان حصل من الاول كان هيدوس على شويه الصراصير اللي مفكرين نفسهم حاجه دول. وبيضحك بطلنا وبيعرف ان كده قوته هيبقى ليها تقدير ومكانته هتعلى اكتر من كده. وبيقول لها الاختبار هيبقى دلوقتي صح؟ فبتقول له ايوه هنبدا اول ما يجي المشرف. فما بيفهمش بطلنا قصدها ايه، وبيدخل شخص وبتكون بنت ماسكه تليفونها وفاتحه بس مباشر وبتسلم على بطلنا وبتقول له انا اليوتيوبر يوي اهلين. فبطلنا بيسلم عليها وبيقول لها اهلين. وبتبدا البنت الغريبه دي تبص في ايده وبتقول له يعني دي بقى تبقى ايد بطل كوريا؟ دي طلعت احلى من اللي توقعته. فبيستغرب منها بطلنا وبيقول لها صلي على النبي كده واهدي خلينا نشوف الاختبار بيقول ايه. وبتبدا تكلم المتابعين في البث وتقول لهم عن بطلنا وكده وبتعرفهم انه هيبدا اختبار يعرفنا فيه قدرته ومستواه. وبتبص على كانجو وبتطبل له هو كمان. فبيفرح كانجو وبيروح علشان يبداوا الاختبار. وبيدخل بطلنا مكان غريب وبيكون مستغرب من كل الحاجات دي. فبتعرفوا الملازمه دي انه كان صعب اننا نحدد قوتك بالحاجات اللي موجوده فصنعنا اجهزه جديده علشانك. وبتروح تمسك حاجه كده في ايدها وبتقول له اول حاجه هتكون اختبار عضلي. وبتعرفوا ان المعدات القديمه كانت بتقيس لحد مستوى ايه بس، لكن الجديد بيقيس لحد اس. فبتنط يو بحماس وبتقول لها انا الاول. وبتقول لها تمسك الحاجه دي في ايدها اليمين وبتقول لها بس كل اللي هتعمله هتضغطي عليها ولازم تضغطي بكل قوتك. وبعدها بتقول لها الملازمه انها من المستوى ايه. فبيروح بطلنا كيونج يقيس قوته وبتعرفه انه يضغط بس على الحاجه دي. وبيقول لها بطلنا متاكده انها مش هتتكسر. فبتقول له عيب عليك الحاجات دي مطوره لسه ورئيسه الوزراء. وبطلنا بيجرب يدوس شويه وبتتكسر قبل ما تكمل كلمتها والجهاز كله بينفجر وكلهم بيتصدموا. فبتتوتر الملازمه وبيقول لها بطلنا معلش والله مش قصدي. فبتقعد الملازمه على الارض من الاحباط. فبيقول كانج في نفسه دمرها قبل ما اشوف قوتي انا. وبنعرف ان دي بس البدايه لان بطلنا كان بيدمر اي جهاز بيعدي عليه، زي مثلا اختبار جهاز الهجوم البدني ما بيتحملش الجهاز ضربه كيونج وبيتفتت. وكمان اتكسرت الكوره البلوريه اللي بتقيس القدره السحريه لما كيونج حط فيها مانا من عنده. فبيعيط كانج عشان كيونج بيكسر كل حاجه قبل ما يجربها. فبيتاسف بطلنا وبتقول له الملازمه عادي ولا يهمك انا متاكده انها كانت شغاله زي الفل. فبتقول لها يوي احنا عملنا اختبارات خلاص خلونا نغير النظام ونعمل مقابله. فبيروحوا كلهم يقعدوا وبنلاقي يوي بتقول له لازم تعرف نفسك الاول. وبنلاقي قناتها فيها 200 مليون مشترك والبث فيه 100,000 مشاهده وبتعرفهم كلهم الحاجه دي. فبيقعد كانج يدور على ال 100,000 مشاهد وبيخرب الدنيا وبيعمل حركاته العبيطه. فبيمسكوا بطلنا وبيتاسف مكانه وبيقعدوا على الكرسي. فبتقول يوي لبطلنا هو بيعمل كده بجد ولا بيتصنع؟ فبيقول لها بطلنا بهمس بيعمل كده بجد. فبتقول يوي يلا بقى قدم نفسك. فبيقدم بطلنا نفسه. لما بيجي يقول لهم على سنه بيفكر شويه وبيقول اقول سني كام، والنظام بيقول له سنك 30 سنه. فبيقول لهم سني 30 سنه. فبتنبهر بيه يوي وبتقول له شكلك اصغر من سنك. فبيقول كانج حاجه غريبه ما نعرفش عرفها منين وبيقول لهم ان اكبر من كده. فبيتعصب بطلنا عليه وبتقول له يوي السؤال اللي عايز يعرفه الكل انت ازاي بقيت قوي كده وليه بتستخدم قوتك دي كلها علشان البلد؟ هل هم بيدفعوا لك كتير؟ وبطلنا بدا يشرح لهم عن قصته وانه عاوز ينتقم وعنده عيله. وبعد ما خلص كل ده اليوتيوبر يوي بدا تعيط. هنوقف لحد هنا وعايزك تقول لي في التعليقات هل عجبتك الحكايه واكملها ولا لا علشان انزل منها اكتر، وهل متحمس تعرف فين حدود بطلنا اللي مهكر النظام وايه نظره الناس عنه بعد المقابله دي ومستواه هيكون كام بعد كل ده والاختبارات اللي عملها، وهل في حاجه هتقف قدام قوته ولا لا. اتفاعل مع الفيديو والقناه كلها دلوقتي علشان نوصل للقمه في اسرع وقت وتصلي على النبي علشان دي اهم من اي حاجه. ويلا السلام.